السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض بقية الدرس الاول، واحنا وقفنا عند نهاية السلسلة الانتقالية الرئيسية الاولى. ان شاء الله النهارده هنكمل بقية الحاجات اللي احنا استنتجناها المرة اللي فاتت. يلا بينا يلا بينا. قبل ما ابدا مع بعض على خواص عناصر السلسلة الانتقالية الاولى، انا هديك على فلز ممثل، واللي هناخده هنقيس بيه على العناصر الانتقاليه. زي مين؟ زي عنصر اسمه عنصر الاي ال اللي هو الالومنيوم. الالومنيوم ده عدد الذري كام؟ عدد الذري 13. طبعا يا شباب احنا متفقين مع بعض اتفاق المره اللي فاتت، طالما العدد الذري اقل من ال 20 فاحنا متاح معانا ان احنا نوزع بالطريقه القديمه اللي هي 2 8 3. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هسالك سؤال، كام شحنه موجبه؟ هتقول لي 13 شحنه موجبه، لان احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان العدد الذري هو عدد البروتونات اللي هي الشحنات الموجبه. فكم شحنه موجبه؟ 13. كم شحنه سالبه؟ 13. يبقى اذا عدد الشحنات الموجبه قد عدد الشحنات السالبه، فبالتالي ايه اللي هيتم؟ الموجب قد السالب. يبقى كده الحجم هيقل ولا الحجم هيزيد ولا الحجم ثابت؟ الحجم هيفضل زي ايه؟ ثابت، لان قوه التجاذب قد قوه التنافر. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. الالومنيوم ده مستقر؟ هتقول لي لا، ده غير ايه؟ غير مستقر. طب انا عايز اوصل له لحاله الاستقرار، اتفقنا عشان خاطر كده الفلزات بتعمل عشان توصل لحاله الاستقرار بتفقد. حلو، هيفقد كام؟ هتقول لي احنا خدنا زمان بيفقد الثلاثه. حلو، السؤال هنا بقى هو هل كان بيفقد الثلاثه دفعه واحده زي ما احنا اتعلمنا في الاعدادي، ولا بيفقدهم على دفعات؟ هو في الحقيقه بيفقدهم على دفعات، ولكن انت عشان كنت لسه في اعداديه كنا بنحاول نبسط عليك المعلومه، هو بيفقد الثلاثه مره واحده عشان يوصل لحاله الاستقرار. لكن النهارده انا محتاج ان انا اعمل لك سلو موشن. يعني ايه؟ يعني هفهمك ازاي بيفقد الثلاثه الكترون الكترون الكترون. حلو حلو، تعالى كده معايا. هو في طريقه عشان يفقد الثلاثه عشان يوصل لحاله الاستقرار. جميل جميل. هل بيفقدهم دفعه واحده؟ الاجابه طبعا لا. امال ايه؟ بيفقدهم الكترون الكترون. ازاي؟ الالكترون مين اللي هيتفقد؟ احنا اتفقنا برضو المره اللي فاتت الفقد بيتم منين؟ بيتم من مستوى الطاقه الرئيسي الاخير، ده المستوى كي، ده المستوى ال، ده المستوى ام. تمام؟ يبقى هل الفقد هيتم من الكي ولا من ال ولا من ام؟ الفقد طبعا هيتم من الام. طب هنفقد انه الكترون؟ الالكترون رقم 13، هو لان هو ابعد الكترون. ما هو ابعد الكترون واحد من ثلاثه اللي هو رقم 13. طب هيفقده ازاي؟ يلا يا عم الحاج، هيفقد واحد الكترون. طب هيفقده ازاي؟ ازغزغ الاي ال الالكترون يتفقد مثلا؟ لا طبعا، ما احنا متفقين ال 13 الكترون ممسوكين بقوه جذب بعدد 13 شحنه موجبه، يعني اذا الالكترون رقم 13 اللي هو هيخرج مش سايب، ده ممسوك. طالما هو ممسوك يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اديله طاقه علشان يقدر يتغلب على قوه الجذب فيسيب الذره ويخرج براها. انما انا لو ما اديتوش طاقه وعايز يخرج، ده في شرع مين الكلام ده؟ الكلام ده مش هيحصل طبعا. لكن انا عايز الالكترون رقم 13 ده يخرج، يبقى لازم اديله ايه؟ لازم اديله طاقه. طب هديله طاقه ليه؟ هديله طاقه عشان خاطر يبذلها في هيئه شغل، يعني مجهود، يعني بسميه مين؟ جهد. حلو كده الكلام؟ حلو، يبقى الطاقه اللي انا اديها له هو هيبذلها في هيئه مين؟ شغل، جهد، عشان يتغلب على قوه التجاذب، صح؟ طب جهد، لما هو يبذل الجهد ده هتحول ايه؟ هتحول لالومنيوم ولا هتحول لايون الومنيوم؟ هتحول لايون، يبقى اسمه جهد ايه؟ جهد تأين. ليه جهد تأين؟ عشان هيتحول لايون. طب هيفرق كام الكترون؟ الكترون واحد، فبالتالي باسمه جهد تأين ايه؟ اول. جهد تأين اول. جميل كده الكلام؟ جميل الكلام. هيتحول لمين؟ يلا مع بعض، ادى الالومنيوم وادى 13، يلا هتبقى ايه؟ 2 8 2، صح كده؟ صح. وادى الالكترون اللي فقده، تمام، واتحط عليه شحنه ايه؟ موجبه، عشان خاطر اعرف ان هو ايه؟ فقد. حلو كده الكلام؟ الشحنه الموجبه واحده عشان هو فقد الكترون مين؟ واحد. حلو كده لحد دلوقتي؟ حلو. بص معايا، كام شحنه موجبه؟ هتقول لي 13، هقول لك جميل. كام شحنه سالبه يا وحش؟ هتقول لي 12، هقول لك برضو جميل. فانت كده لاحظت ايه؟ ان مين اكبر من مين؟ عدد الشحنات الموجبه اكبر من عدد الشحنات السالبه. هستفاد ايه؟ مش متفقين ان عدد الشحنات الموجبه اللي هي قوه جذب النواه؟ هتقول لي اه. استفدت ايه برضه؟ هقول لك لما عدد الشحنات الموجبه يكون اكبر من عدد الشحنات السالبه، يعني قوه الجذب هنا بقت اكبر من قوه التنافر. فاذا الالكترون رقم 12 اللي هيخرج بقى ممسوك زي اللي كان ممسوك ب 13 ولا اكتر؟ لا والله، هنا كان 13 موجب قد 13 سالب، انما هنا 13 موجب اكبر من ال 12 سالب، يعني قوه الجذب في الايون الاول ده كبيره جدا مقارنه بالذره اللي قبلها. فلما تكون قوه الجذب كبيره الالكترون رقم 12 هيكون ممسوك قوي، فلما يكون ممسوك قوي هيحتاج لطاقه قد ايه عشان خاطر يخرج؟ هل هيحتاج لطاقه زي الطاقه الاولانيه
ولا يحتاج لطاقه اكبر ولا طاقه اقل؟ هتقول لي والله ده قوه الجذب زادت. يعني الالكترون رقم 12 بقى ممسوك قوي. والالكترون رقم 12 بقى ممسوك قوي، يعني هيحتاج لايه؟ هيحتاج لطاقه اكبر. طاقه هيبذلها في هيئه مين؟ هيبذلها في هيئه جهد، وهتحول لمين برضه؟ هتحول لجهد، هتحول لايون، فيتسمى بجهد تأين. بس الالكترون رقم كام اللي هيخرج دلوقتي؟ تاني. يبقى جهد تأين ايه؟ تاني. يبقى جهد تأين تاني ليه؟ عشان الالكترون رقم 12 هو اللي هيخرج. طب جهد التأين التاني هنا هيبقى ماله؟ هيبقى اكبر من جهد التأين الاول ولا بيساويه ولا اصغر منه؟ طبعا بسبب زياده الشحنه الموجبه، فقوه جذب النواه هتزيد، ولما قوه جذب النواه هتزيد الالكترون رقم 12 هيتمسك اكتر، فعشان اديله طاقه عشان يتغلب على قوه التجاذب الكبيره دي هتكون اكبر طبعا. فيتحول لمين يا شباب؟ ال 13 2 8 1. ويشيل كام شحنه كده يا شباب؟ موجب 2، لان هو كان موجب 1، ويفقد الالكترون رقم 2. حلو كده؟ كده الالكترون الثاني ايه اللي حصل له؟ الالكترون الثاني اتفقد. طيب نشيل الاثنين دي عشان ما حدش يحسب ان هو فقد 2 مره واحده. كده فقد الالكترون رقم كام؟ كده فقد الالكترون رقم 2. تمام. طيب العمل دلوقتي هو كده بقى مستقر لسه غير مستقر، فايه اللي هيتم؟ طبعا هنا كام شحنه موجبه؟ هتقول لي 13، هقول لك صح. طب هنا كام شحنه سالبه؟ هتقول لي 13، هقول لك غلط، الشحنات السالبه اللي هنا 11. فاذا مين اكبر من مين؟ ال 13 موجب اكبر من ال 11 سالب. لا ده ال 13 موجب بقت اكبر من 11 سالب، بقت اكبر من هنا، لان هنا كان 13 موجب و12 سالب، هنا بقى 13 موجب و11 سالب، يعني الموجب زاد اكتر من السالب. فايه اللي هيتم؟ الالكترون رقم 11 اللي هيخرج، اللي هو عليه الدور الالكترون ده اللي هيخرج، ايه اللي حصل له؟ بقى ممسوك بقوه جذب اكبر من اللي قبله. فايه اللي هيحصل له عشان خاطر يخرجه؟ هيحتاج لجهد زي اللي قبله ولا اكبر من اللي قبله؟ هيبقى اكبر من اللي قبله، فهيبقى عباره عن ايه؟ اسمه جهد تأين ثالث. جهد تأين ايه؟ ثالث. فيتحول لمين؟ ادي ايه اللي 13 2 8، ويشيل 3 شحنات موجبه، والالكترون اللي عليه الدور يخرج خرج، فتحول في النهايه لمين؟ لايون ألومنيوم مستقر. لان هنا الايون كان ده فعلا ايون الومنيوم اول بس ما كانش مستقر، وده ايون الومنيوم ثاني بس ما كانش مستقر، انما في النهايه ايون الالومنيوم وصل لحد الاستقرار بعد ما فقد الثلاثه بالدفعات المطلوب ان احنا نفهمها. فنستفاد من ده ايه؟ نستفاد من ده ان كل ما يفقد اكتر ايه اللي بيحصل للشحنه الموجبه للنواه؟ الشحنه الموجبه بتزيد، يبقى قوه جذب النواه بتزيد. قوه جذب النواه لمين؟ للالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الرئيسي الاخير، فلما كنت التجاذب تزيد الالكترون هينجذب اكتر. ده انا عايز اخليه يفلت من قوه جذب النواه، يبقى لازم اديله طاقه تتغلب على قوه التجاذب دي. طب الطاقه دي هتكون كبيره ولا صغيره؟ هتكون كبيره. طب يفقد تاني، يبقى قوه التجاذب هتزيد تاني، يبقى محتاج طاقه اكبر عشان يتغلب على قوه مين؟ الجذب. يبقى كل ما يفقد اكتر، كل ما قوه التجاذب تزيد اكتر، كل ما احتاج طاقه اكبر عشان اتغلب على قوه مين؟ على قوه التجاذب. فنفهم من ده ايه؟ ان جهد التأين الثالث اكبر ولا اصغر من جهد التأين الثاني؟ هتقول لي اكبر، اقول لك صح. طب جهد التأين الثاني اكبر ولا اصغر من جهد التأين الاول؟ هتقول لي اكبر من جهد التأين الاول. فنستفاد من ده في ايه؟ نستفاد من ده ان كل ما يفقد اكتر قوه التجاذب تزيد اكتر، فمحتاج لطاقه اكبر عشان تغلب على قوه التجاذب. يعني قوه، نكتب هنا كده يبقى جهد التأين الثالث اكبر من جهد التأين الثاني اكبر من جهد التأين الاول. طيب احنا استفدنا من ده في ايه؟ استفدنا من ده ان العناصر الانتقاليه بتعمل لحد كام؟ يعني انت عندك السكنديوم بيعمل لحد موجب 3، التيتانيوم بيعمل لحد موجب 4، الفاناديوم بيعمل لحد موجب 5، الكروم بيعمل لحد موجب 6. فده معناه ايه؟ ان في الكروم مثلا جهد التأين السادس ده هيبقى اكبر من جهد التأين الخامس، وجهد التأين الخامس اكبر من جهد التأين الرابع، وجهد التأين الرابع اكبر من جهد التأين الثالث، وجهد التأين الثالث اكبر من جهد التأين الثاني، وجهد التأين الثاني اكبر من جهد التأين الاول. يبقى معنى كده بزياده حالات التأكسد ايه اللي هيحصل لجهود التأين؟ تزداد جهود الايه؟ التأين. ليه تزداد جهود التأين يا شباب لما بزود حالة التأكسد؟ والله علشان خاطر ايه اللي بيتم وانا اما اجي افقد؟ اتفقنا لما بنيجي نفقد ايه اللي هيحصل؟ بزيادة الفقد
ايه اللي هيحصل؟ على طول تلقائي تزداد مين؟ الشحنه الايه؟ الشحنه الموجبه. طب ليه بتزداد الشحنه الموجبه؟ يعني ايه انا بفقد؟ انا بفقد يعني بطير الكترونات مني، بمشي الكترونات مني، هي الالكترونات دي شحنات ايه؟ سالبه. يبقى اذا السالب لما يخرج من عندي، السالب عندي بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. طالما السالب قل يبقى الموجب وش يزيد. تمام؟ يبقى بتزيد زياده مين؟ الشحنه الموجبه. ولما الشحنه الموجبه بتزيد ايه اللي يحصل؟ الشحنه الموجبه بتاعت مين؟ بتاعت قوه جذب النواه. يبقى تزداد قوه جذب النواه لمين؟ للالكترونات. انهي الكترونات يا شباب؟ الكترونات الايه؟ التكافؤ، اللي هي الكترونات مستوى الطاقه الرئيسي الاخير زي ما قلنا قبل كده. فلما تزيد قوه الجذب ايه اللي هيحصل؟ تحتاج لطاقه اكبر للتغلب على مين؟ للتغلب على قوه جذب النواه. الطاقه اللي انا بحتاجها عشان اتغلب على قوه جذب النواه دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها جهد تأين. جهد مين؟ تأين. الجهد الشغل اللي انا ببذله او الطاقه اللي انا ببذلها عشان اتحول لايون. تمام كده؟ تمام كده. نرجع تاني للي احنا عملناه ده عشان نستفاد منه في حاجه معينه. طيب ايه اللي نستفاد منه؟ لو جيت قلت لك ده اسمه ايه؟ هتقول لي ده اسمه الايون الاول. هقول لك صح. طب وده اسمه ايه؟ هتقول لي ده اسمه الايون الثاني. هقول لك صح. وده اسمه ايه؟ ده اسمه الايون الثالث. طب انه ايون فيهم مستقر؟ هتقول لي الايون الثالث. هقول لك صح. بس السؤال يا ايون يا اول؟ قال لي نعم. قلت له هو انت جاي منين يا ايون يا اول؟ قال لي انا جاي من الذره نفسها. يعني دي كانت مين؟ الذره. الذره الايه؟ المتعادله. متعادله ليه؟ مش احنا اتفقنا ان هي عباره عن 13 سالب و13 موجب؟ يبقى اذا الموجب قد السالب يبقى متعادله، فاسمها ذره متعادله. حلو؟ غير مستقر. طب الايون الاول بيجي منين؟ الايون الاول بيجي من الذره المتعادله. طب الايون الثاني بيجي منين؟ بيجي من الايون الاول. طب الايون الثالث بيجي منين؟ بيجي من الايون الثاني. تتابع خروج الالكترونات. فعشان كده لما بقول لك جهد التأين الاول تحب توصفه ازاي؟ هتقول والله هي عباره عن طاقه. طاقه بتعمل ايه؟ الطاقه دي بتستخدم في خروج مين؟ الالكتروني الاخير. منين؟ بيخرج من الذره المتعادله. تمام؟ تمام. طب لما بقول لك اوصف لي جهد التأين الثاني، هو عباره عن مين؟ طاقه برضه. اللي بتعمل ايه؟ اللي بتخرج الالكترون رقم كام؟ مش هو جهد التأين الثاني؟ يبقى بتخرج الالكترون رقم كام؟ الالكترون رقم 2. بتخرجه منين؟ من الايون الاول. اقول لك صح. نخش على الايون، على جهد التأين الثالث. جهد التأين الثالث ده اللي هو عاوزين نوصفه. توصفه لي ازاي؟ عباره عن طاقه. طاقه مالها؟ بتستغل او بتستخدم لخروج الالكترون رقم 3. مش هو جهد التأين الثالث؟ يبقى الالكترون رقم كام؟ 3. بس بيخرج منين؟ من الايون الثاني. في حاجه شبه كده صعبه؟ يبقى جهد التأين الخامس بيخرج منين؟ بيخرج من الايون الرابع. وعليه جهد التأين السادس اللي هيخرج الالكترون رقم كام؟ هيخرج الالكترون رقم 6. يبقى جهد التأين السادس اكبر من جهد التأين مين؟ الخامس. يبقى الايون رقم 6 ده هيخرج منين؟ الايون رقم 6 هيخرج من الايون الخامس. والالكترون رقم 5 هيخرج منين؟ هيخرج من الايون الرابع. والالكترون رقم 4 هيخرج منين؟ هيخرج من الايون الثالث، وهكذا. فاللي احنا عايزين نستنتجه ونوصل له في النهايه اللي هو مين؟ جهد التأين بيزيد بزياده حالات مين؟ التأكسد. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ وبكده يبقى احنا خلصنا النص الاول من الدرس الاول. طيب بقيه الدرس بيتكلم بايه؟ بيتكلم في استخدامات العناصر. دخلنا على الاستخدامات. الاستخدامات ده يا حبيبي مفيش حاجه اسمها حفظ في الكيمياء خالص. حتى الاستخدامات ما بتتحفظش. الاستخدامات ما بتتحفظش. امال احنا هنذاكرها ازاي؟ الاستخدامات ده حضرتك انت بس بتمررها على عينك مره واثنين. كتر الحل زي ما اتفقنا هو اللي بيثبت المعلومه دي. لما يخبط قدام عينك فلان بيستخدم في صناعه كذا اكتر من مره فخلاص ثبت في دماغنا. طب انا مش بيثبتش في دماغي، كده كده معاك في الامتحان ورقه المفاهيم فانت هتستخدمها عشان تطلع منها الاستخدامات دي. انما بتتحفظ لا. بس اوعدك بحكم الدفعات اللي احنا اشتغلنا معاها كتير ان بالحل الكتير يبقى لازم تحل كتير. في ثانويه عامه لازم حل كتير. بالحل الكتير كل حاجه بتثبت. لكن انك تقعد تمسك وتحفظ لا 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 لا، ربنا يعافيك من ده كله. مفيش حاجه اسمها حفظ وما توجعش دماغك. طيب بدايه الاستخدامات عندي استخدامات مين؟ العناصر السلسله الانتقاليه الاولى. استخدامات عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. اول عنصر عندي كان عنصر مين يا شباب؟ عنصر السكنديوم اللي هو رمزه السي 21. طيب يا سكنديوم يا 21. قال لي نعم. قلت له انت ظروفك ايه؟ يتقال عنك ايه؟ يتقال في حقك ايه؟ قال لي والله انا مبدئيا كده
موجود في القشره الارضيه بنسبه قليله. قلت له تصدق طالما انت موجود بنسبه قليله يبقى موجود في نطاق، في حيز جغرافي قليل، يعني موجود في اماكن قليله ولا اماكن واسعه؟ بالمنطق اللي احنا نفهمه ان هو طالما موجوده في القشره الارضيه بنسبه قليله يبقى اذا موجود في منطقه او حيز جغرافي قليل، يعني ما هوش منتشر على مساحه كبيره من القشره الارضيه. قال لي لا، قال لي على الرغم من ان انا موجود بنسبه قليله الا ان انا موجود ومنتشر على مساحات شاسعه من القشره الارضيه. يبقى يوجد بايه يا شباب؟ بكميه ايه؟ يوجد بنسبه ضئيله في القشره ايه؟ في القشره الارضيه. وعلى الرغم ان هو موجود بنسبه قليله في القشره الارضيه الا انه يوجد على مساحات شاسعه من القشره الارضيه. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. ده اول حاجه المفروض نعرفها او نقولها في حق السكنديم. طب الحاجه الثانيه، قال لي بالراحه يا عم الحاج، ما احنا بنشوف واحنا ماشيين في الشارع بالليل العمدان بتاعت الاضاءه فيها مصابيح بتطلع ضوء تقريبا ضوء برتقاني، ناس تقول عليه ضوء احمر، وناس تقول عليه ضوء زي ضوء الشمس، اللي هو النور ده، اللي هو الضوء ده، قصدي على الضوء ده. الضوء ده لو احنا دخلنا جوه اللمبه هنلاقي اللمبه دي بتتكون من ايه جوه عشان تطلع لنا الضوء بالهيئه دي، مش ضوء ابيض. ليش؟ اشمعنى طلع لي الضوء ده؟ عشان نلاقي المصباح ده بيتكون من ابخره زئبق ومعاها مين؟ ومعاها سكنديوم. الاثنين دول مع بعض لما نكهربهم بيحصل لهم اثاره، بيثاروا ويرجعوا تاني بيخرجوا نفس الطاقه اللي هم خدوها من الكهرباء على هيئه مين؟ على هيئه الضوء اللي انت بتشوفه ده. طيب اشمعنى انا بطلع الضوء ده؟ الضوء ده يا شباب ضوء ممتاز جدا 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 في اظهار التفاصيل. يعني ايه في اظهار التفاصيل؟ تلاقي كده زمان لما كانوا بيعرضوا كده الكواليس بتاعت تصوير اي مسلسل، تلاقي كده على الكاميرا بتاع اللي بتصور الفيديو عليها لمبه بتطلع نفس الضوء ده. حاليا ضوء ليد ابيض، لا انما كان زمان كان ضوء مين؟ وممكن لحد دلوقتي ضوء زي الضوء اللي بيشبه ضوء الشمس ده. ليه؟ ضوء بيظهر تفاصيل كبيره، يعني ضوء عنده كفاءه عاليه في التصوير الليلي. يبقى اذا السكنديوم يضاف لمين السكنديوم؟ لابخره الزئبق. لابخره مين؟ الزئبق. في عمل ايه يا شباب؟ في عمل مصابيح. المصابيح دي بتستخدم في ايه؟ تستخدم في انتاج ضوء. الضوء ده ماله؟ الضوء ده عالي الكفاءة، كفاءته عالية جدا، يستخدم في التصوير الليلي. يستخدم في تصوير الايه؟ في التصوير الليلي. طب السكنديوم مستخدم في ايه تاني؟ قال حضرتك انا عندي السكنديوم اهو، حلو، هقوم جايبه حاطه مع مين؟ مع الومنيوم. هتقول لي بس بالراحه، اقول لك ايوه كده بالراحه. السكندم نوعه ايه؟ السكندم ده فلز، والالومنيوم فلز. بس هل هو عشان هو فلز والومنيوم فلز يبقى الفلزين زي بعض؟ طبعا فلزين مختلفين. طب فلزين مختلفين لما نخلطهم مع بعض عمل ايه؟ يعمل لي حاجه اسمها سبيكه. حاجه اسمها ايه؟ سبيكه. وده في الدرس الثالث هندرسه بالتفصيل. يبقى لما اجي احط فلزين مختلفين او اكتر، او فلز مع لا فلز او اكتر، نعمل حاجه اسمها ايه؟ سبيكه. لا تاني، يبقى لما اجيب فلز مع فلز تاني غيره او اكتر من فلز بس مختلف وحطيناهم مع بعض دي اسمها سبيكه. طب لو جبت فلز مع لا فلز او اكتر يبقى اسمها ايه؟ اسمها سبيكه. حلو كده الكلام؟ طب ينفع لا فلز مع لا فلز؟ لا ما ينفعش. يبقى دي اسمها ايه يا شباب؟ لما احط السكنديوم مع الالومنيوم نعمل ايه؟ سبيكه. طب عملت سبيكه ليه؟ يعني كتر الفلزات عندي يعني فبخلطها مع بعضها يعني وخلاص؟ لا طبعا، اكيد انا محتاج حاجه بخواص معينه. الخواص دي مش متوفره في السكنديوم لوحده ولا متوفره في الالومنيوم لوحده، لكن لما حطيت الاثنين مع بعض طلع لي ميكس مش موجود في واحد في الاثنين فيهم. اللي هو ايه؟ ابسطها لك. عندي طياره حربيه، طياره زي طيارات الميج بتاعت روسيا، تمام كده؟ الطيارات اللي هي مش المروحيه، اللي هي بالجناحات، اللي هي الاسرع من الصوت دي. الطيارات دي انا عايزها خفيفه ولا تقيله؟ هتقول لي انا عايزها خفيفه، بس على الرغم من هي خفيفه عايزها تكون ايه؟ شديده الصلابه. طب انا اوفر الاثنين دول مع بعض ازاي؟ ما هو انت لو جيت بالمنطق وحسبتها وقلت خفيفه يبقى اذا مش صلبه لان انا عايزها خفيفه، انما انا عايزها خفيفه وفي نفس الوقت شديده الصلابه. اوفرها ازاي دي؟ يعني اوفرها في ان انا احط الاثنين دول مع بعض، لان الخفه والصلابه مش موجوده في السكندم لوحده ولا موجوده في الالومنيوم لوحده، انما لما احط الاثنين مع بعض عمل لي ايه؟ خفه وصلابه. يبقى سميكه
تتميز بمين؟ بالخفه والايه؟ والصلابه. تستخدم في ايه؟ تستخدم في صناعه الايه؟ الطائرات الميج الحربيه. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ تمام كده لحد دلوقتي؟ تمام. وبكده يبقى احنا خلصنا مين؟ خلصنا السكنديوم. نخش بعد كده على مين؟ على التيتانيوم. ده العنصر رقم 2. التيتانيوم رمزه تي اي 22. يستخدم في ايه التيتانيوم ده؟ وايه اللي احنا المفروض نقوله في حق التيتانيوم؟ يا تيتانيوم انت ايه اتقال في حقك؟ قال انا بس ده انا التيتانيوم. انا كتيتانيوم لوحدي صلب مثل الحديد الصلب. لا ركز بس كده بالله عليك. انا قلت لك ايه؟ صلب مين؟ مثله. لا ناخد بالنا من كل حاجه، عشان في صلب مثله يبقى الكلام على مين؟ اصلب يبقى الكلام على مين؟ اقل صلابه يبقى الكلام على مين؟ لا ده صلب ايه؟ صلب مثله. مثل مين؟ الحديد الصلب. هو الحديد الصلب ده عارف الحديد بنحطه في السقف الخرسانه؟ ده الحديد الصلب. عارف الحديد بنعمل منه بوابات وعمليه الناره؟ ده حديد صلب. طب الحديد الصلب ده هو عباره عن ايه؟ الحديد بس؟ لا الحديد بس يا شباب لين طري. طب انا عايزه صلب يبقى لازم اعمل ايه؟ يبقى انا الحديد لوحده لين. طب انا عايزه صلب طب هو ما فيهوش الصلابه، يبقى انا كده محتاج خواص مش موجوده فيه لوحده. يبقى وشي هعمل ايه زي ما اتفقنا من شويه؟ هعمل له سبيكه. يبقى على طول الحديد الصلب ده اللي هو عباره عن مين؟ عن حديد وكربون. حديد ومين؟ وكربون. التيتانيوم لوحده صلب زي الاثنين دول مع بعض. حلو كده الكلام؟ يبقى لما اقول لك صلب مثل يبقى الكلام على مين؟ على تيتانيوم. طب يا استاذ بالراحه بس، هو حديد صلب يعني حديد وكربون، يعني تقيل ولا خفيف؟ هتقول لي تقيل، اقول لك صح. طب التيتانيوم لوحده مش هو صلب مثل الحديد الصلب؟ طالما قلت لك ان هو صلب مثل الحديد الصلب، طب الحديد الصلب تقيل يبقى اذا التيتانيوم لازم يكون تقيل زيه. هقول لك غلط، لان التيتانيوم لوحده فيه ميزه صلابه الحديد الصلب، وايه اللي فيه؟ وكثافته قليله يعني خفيف. خفيف يعني ايه؟ خفيف يعني كثافته قليله. يبقى صلب مثل الحديد الصلب وكثافته قليله. يعني ايه كثافته قليله؟ اللي احنا بنقول عليها بالبلدي خفيف مش تقيل. حلو كده؟ هتقول لي حلو، اقول لك اوكي. بيستخدم في ايه التيتانيوم ده يا شباب؟ صلب زي الحديد الصلب يعني صلابه شديده وفي نفس الوقت خفيف. مستخدم في ايه؟ حضرة سيادة معاليك، احنا دلوقتي الضرس لما بيتكسر او السنه بتتكسر ايه اللي بيحصل؟ خلاص احنا كبرنا فمش هينفع ان احنا نطلع اسنان تاني. عند سن البلوغ ما ينفعش الاسنان بتطلع تاني، خلاص السنه بتتشال او الضرس بيتشال وخلاص. طب والعمل؟ كانوا زمان بيركبوا حاجه اسمها طقم لما الاسنان كلها تتشال، انما النهارده الموضوع اتغير. النهارده في حاجه اسمها زراعه اسنان. زراعه الاسنان. طب انا عايز السنه اللي انا هزرعها دي هتزرع فين؟ هتزرع في اللثه. واللثه دي يعني عباره عن ايه؟ عباره عن دم ماشي، شعرات دمويه. فانا ازاي هجيب حاجه غريبه من بره احطها في اللثه اللي هو في وسط الدم، حاجه غريبه فتبتدي تتفاعل معاها وتعمل تسمم للجسم؟ لان الدم لما بيشوف اي حاجه غريبه موجوده في الجسم بيتفاعل معاه، يعني يحاربه، يعني يبتدي يحصل تسمم للجسم. طب والعمل؟ انا كده محتاج حاجه تكون ما تسببش تسمم للجسم. ركز معايا، ما تسببش تسمم لمين؟ للجسم. طب في نفس الوقت انا مش عايزها تقيله، عايزها خفيفه. في نفس الوقت انا عايز اشد الصلابه عشان لما اجي اكل وارقش اي حاجه. يبقى انا محتاج مين؟ محتاج حاجه تكون خفيفه شديده الصلابه ما تسببش تسمم للجسم. الكلام ده توفر في مين كله؟ الكلام ده توفر في التيتانيوم. يبقى اذا التيتانيوم مستخدم في مين؟ زراعه الايه؟ الاسنان. قال بس خلاص تصدق ده النهارده بنسمع عن حاجه اسمها عمليات تغيير مفصل. مفصل ركبه، مفصل فخذ، عزكم الله يعني ويعافيكم ويعافينا. المفاصل دي طب ما خدوا الفكره من الاسنان، قالوا طالما الجسم ما بيتاذيش منه، ما بيسببوش تسمم، يعني الجسم ما بيلفظهوش، يعني ما بينفرهوش، طب ما خلاص نستخدمه. لا ده في نفس الوقت شديد الصلابه، يعني يقدر يتحمل الكتله بتاعت الجسم. خلاص يبقى نعمل في ايه؟ يستخدم زي ما استخدم في زراعه الاسنان، يستخدم في مين تاني؟ تغيير المفاصل. طب ليه بيعمل الكلام ده؟ لانه لا يلفظه. ايه لا يلفظه دي؟ يعني ما بيسببش تسمم، ما بينفرهوش. لا يلفظه الايه؟ الجسم. يعني ايه لا يلفظه الجسم؟ يعني لا يسبب تسمم لمين؟
للجسم. وبس كده؟ لا، ولانه ايه برضه؟ ولانه خفيف وصلب، يقدر يتحكم في مين ويقدر يشيل مين؟ يقدر يشيل الايه؟ الجسم. بس كده التيتانيوم ده اللي يقدر في حقك؟ قال لي لا. قال لي لسه عندي تاني. قلت له ايه؟ قال لي انا كتيتانيوم لوحده صلب زي الحديد الصلب، لو جيت حطيت معايا الومنيوم يبقى كده وش يا شباب ايه؟ ده انت تقول لي ده فلز مع فلز مختلف، يبقى نعمل حاجه اسمها ايه؟ نعمل حاجه اسمها سبيكه. سبيكه يبقى اكيد فيها خواص مش موجوده في التيتانيوم لوحده ولا الالومنيوم لوحده زي ما احنا اتفقنا، والا كنا حطينا التيتانيوم لوحده والالومنيوم لوحده. لا، ده انا عايز حاجات مش موجوده في واحد لوحده، مش حاطط التيتانيوم مع مين؟ مع الالومنيوم. ايه يا عم بقى اللي موجود في التيتانيوم والالومنيوم مش موجود في ده لوحده ولا ده لوحده؟ واقول لك بالراحه. حضرتك بتشوف الشهب او النيازك وهي نازله، شهب او نيازك، ايه اللي جاب شهب ونيازك درسنا؟ الشهب والنيازك وهي نازله من الفضاء اللي بيحصل لها بتخترق طبقات الغلاف الجوي، فيحصل ما بينها وبين طبقات الغلاف الجوي احتكاك كبير جدا. ايه اللي بيحصل؟ الاحتكاك ده بيخلي الكتله الصخريه اللي جايه من الفضاء دي تتفتت تماما، تبقى شهب او يتفتت جزء منها وتبقى نيزك. المهم اللي بيحصل ايه بسبب الاحتكاك ده؟ بيتولد حراره كبيره جدا 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 بتخلي الكتله الصخريه دي يا تتفتت تماما يا يتفتت جزء منها. جميل جميل. تقول لي طب بالراحه، واحنا بنطلع سفن الفضاء دي ازاي للفضاء؟ قال لا، هي سفن الفضاء دي مش هي طالعه عكس الجاذبيه بقوه دفع بتخترق طبقات الغلاف الجوي، يعني بتحتك تقريبا نفس الاحتكاك؟ هقول لك طب والاحتكاك ده مش المفروض ينتج عنه طاقه حراريه كبيره جدا جدا يخلي سفينه الفضاء تولع من قبل ما تخرج؟ هقول لك طب ازاي سفينه الفضاء بتخرج من غير ما تولع؟ هقول لك ما هي دي الفكره بقى، لان سفينه الفضاء مالها مصنوعه من التيتانيوم والالومنيوم. يعني في خواص بتعمل ايه؟ بيقاوم التآكل في درجات الحراره العاليه في الاحتكاك، ما بيتاكلش يعني ما بيولعش يعني ما بيتحرقش في درجات الحراره العاليه. يبقى سبيكه تستخدم في ايه يا عم الحاج؟ تتميز بايه؟ تتميز بمقاومتها لمين؟ للتآكل. بس مقاومتها للتآكل فين؟ في درجات الحراره الايه؟ العاليه. علشان كده لذلك تستخدم في صناعه مين؟ في صناعه مركبات الفضاء. تمام؟ تمام. هتقول لي كده التيتانيوم عطل وقف لحد هنا؟ هقول لك لا. هتقول لي ايه تاني؟ اشهر مركبات التيتانيوم تي اي او 2. ده مين ده يا شباب؟ اشهر مركبات مين؟ مركبات التيتانيوم. طيب اشهر مركباته تستخدم ايه في المركب ده؟ التي اي او 2 اسمه ايه؟ ثاني اكسيد التيتانيوم. بيستخدم فيه ثاني اكسيد التيتانيوم ده. ثاني اكسيد التيتانيوم ده شباب ده ماده صلبه، بنجيبها ونفتتها ونخلي الجزيئات المفتته دي في حجم النانو، مقياس النانو 10 سالب 9 من المتر، يعني حاجه لا ترى بالعين المجرده ولا الميكروسكوب الضوئي ولا الميكروسكوبات العاديه، ما بتتشافش اصلا. طب الجزيئات دي بنعمل فيها ايه؟ الجزيئات دي بنحطها في الصن بلوك. عارفين الصن بلوك اللي هو كريم بيستخدم في حمايه الجلد من اشعه الشمس. بنعمل ايه؟ بنيجي نفرد الكريم على الجلد، فيبتدي ثاني اكسيد التيتانيوم اللي هو موجود في حجم النانو اللي بيحصل له بيتفرد مع الكريم، بيتفرد على الجلد فيغطي الجلد ويغطي المسام بتاعت الجلد، فيمنع الاشعه الفوق بنفسجيه ان هي تعدي لمسام الجلد او الجلد، فيخلي الجلد زي ما هو بلونه ما يسمرش. عشان كده اسمه ايه؟ كريم الحمايه من مين؟ من اشعه الشمس. يبقى يستخدم في مين؟ في صناعه كريم الحمايه من الشمس، اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الصن بلوك. تمام كده يا شباب؟ تمام. وبكده يبقى انتهينا من مين؟ من التيتانيوم. يبقى التيتانيوم صلب زي الحديد الصلب، يستخدم في زراعه الاسنان، يستخدم في زراعه المفاصل، يستخدم مع الالومنيوم في عمل سبيكه، تستخدم في عمل مركبات الفضاء عشان تقاوم التآكل بفعل الاحتكاك ودرجات الحراره العاليه. ثاني اكسيد التيتانيوم اشهر مركبات او اكاسيد التيتانيوم، يستخدم في مين؟ في صناعه كريم الحمايه من اشعه الشمس. اشمعنى؟ لان جزيئاته النانويه مالها يا عم الحاج؟ تمنع نفاذ الأشعة الفوق بنفسجية للجلد.
فيبقى كما هو. ندخل على العنصر الانتقالي الرئيسي رقم 3 وهو الفاناديوم او الفانديوم. الفاناديوم اللي هو عنصر رمزه في، عدده الذري 23. ايه اللي ممكن يتقال في حقك يا فاناديوم؟ ايه اللي ممكن يتقال في حق الفاناديوم؟ الفاناديوم ده اللي هو الفي بنضيفه لمين؟ احنا اتفقنا مع بعض اللي ده هو ده مين ده؟ هتقول لي ده حديد وكربون اللي هو اسمه حديد صلب. تمام. انا بقى لو انا جبت الحديد الصلب ده وقمت جاي حاطط عليه فاناديوم، قال لا ده انا كده عملت ايه؟ كده عملت سبيكه. مش احنا اتفقنا استاذ السبيكه عباره عن ايه؟ فلز مع فلز او اكتر، او فلز مع لا فلز. طب هنا انا جبت مين؟ انا جبت 3 فلز وفلز ولا فلز. ايه المانع؟ نعمل ايه؟ نعمل سبيكه. يبقى يضاف لمين يا شباب؟ للحديد. للحديد مين؟ يبقى يضاف للحديد الايه؟ للحديد الصلب. يضاف للحديد الصلب. ليه؟ عشان اعمل ايه؟ اكيد انا هعمل سبيكه. السبيكه دي تتميز بايه؟ طيب هسال حضرتك سؤال. بنركب العربيات، طب العربيه لما بتيجي تعدي مطب ايه اللي بيحصل؟ العربيه بتطلع وتنزل. حلو كده الكلام، تطلع وتنزل يعني في ايه؟ في سوست او في مساعدين في العربيه بيخلوا العربيه تقدر تزعل كمقاومه للمطبات او الصدمات اللي احنا بنقابلها على الطريق. طيب السوست دي مالها؟ ما العربيه تقيله، لا وحضرتك او حضرتك راكبه جواها. طب ازاي؟ العربيه المفروض بقى تنزل ما تطلعش، وتطلع بسبب الكتله اللي بتاعت العربيه وكتله الركاب اللي فيها او كتله البضائع اللي شايلاها. طب كده انا محتاج ايه؟ هتقول لي ده السوست اللي موجوده دي لازم تكون مالها؟ شديده الايه؟ الصلابه. طب هو في حاجه صلبه بتطلع وتنزل؟ يعني انت عايز كمان فيها مرونه، يعني انت مرونه وصلابه. الخواص دي بالله عليك تبقى متوفره في واحد لوحده؟ قال لي لا. قال لي باشا انا عايز المرونه والصلابه الاثنين يتوفروا مع بعض. نبقى نعمل مين؟ نعمل سبيكه عشان تطلع لي خواص مش موجوده في واحد لوحده. السبيكه دي عباره عن ايه؟ الحديد الصلب اللي هو حديد وكربون، حاطط معاهم مين؟ فاناديوم. يبقى اضاف للحديد الصلب لعمل ايه؟ لعمل سبيكه. السبيكه دي بتتميز بايه؟ تتميز بحاجتين مع بعض اللي هي المرونه والصلابه. ايه اللي هي اسمها الايه؟ بالقساوه. القساوه دي اللي هي مين ومين يا شباب؟ مرونه ومين؟ وصلابه. يبقى اذا القساوه عباره عن مين؟ عباره عن مرونه وصلابه. تمام كده؟ يبقى القساوه دي عباره عن ايه؟ مرونه وصلابه. طب الاثنين دول يتوفروا امتى؟ يتوفروا لما اجيب حديد صلب مع فاناديوم. تمام؟ طب السبيكه دي تستخدم في ايه؟ تستخدم في صناعه مين؟ حاجه اسمها زنبركات السيارات اللي هي السوست دي. زنبركات السيارات دي اللي بتعمل ايه؟ اللي هي بتتفادى المطبات او الصدمات الموجوده على الطريق. طب يا فاناديوم بتستخدم في ايه تاني؟ اشهر مركبات الفاناديوم V2O5. ده اشهر مين؟ V2O5 ده اشهر شباب، اشهر اكاسيد او مركبات الفاناديوم. بيستخدم في ايه ده؟ بيستخدم في ايه؟ اللي هو خامس اكسيد الفاناديوم. خامس اكسيد الفاناديوم. بيستخدم في ايه خامس اكسيد الفاناديوم ده يا شباب؟ اول حاجه حضرتك السيراميك اللي انت موجود في بيتكم ده، السيراميك بيلمع ولا ما بيلمعش؟ بيلمع. الطبقه اللي بتخليه يلمع ده مين؟ ده خامس اكسيد الفاناديوم. يبقى اذا بيخش في صناعه السيراميك. لوح الازاز بيلمع ولا ما بيلمعش؟ بيلمع. يبقى بيستخدم في صناعه الزجاج. مين اللمعه دي؟ خامس اكسيد الايه؟ الفاناديوم. يبقى خامس اكسيد الفاناديوم ده بيستخدم في ايه؟ خامس اكسيد الفاناديوم في صناعه الزجاج ومين تاني؟ والسيراميك. بس لا، بيستخدم في ايه تاني؟ حضرتك الميكروفون او الكريستال اللي موجوده في الجامع، تلاقي المؤذن بيأذن والصوت بتاع المؤذن بيطلع في الهورن اللي فوق في نفس الوقت، السماعه الكبيره. ولا المؤذن بيقول وبعد شويه تلاقي الصوت بيطلع من بره؟ لا، ده في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه المؤذن او امام الجامع إيه اللي بيحصل له؟ بيخرج الصوت في نفس الوقت بره. طب الصوت اللي بيتكلم بيه مين اللي بيخرجه؟ لو جيت فتحت الكريستاله او الميكروفون اللي موجود ده هتلاقي جوه الكريستاله دي مغناطيس. المغناطيس ده ماله؟ انا محتاج مغناطيس ياخد الصوت يوصله بسرعه لمكنه الصوت للهورن بره او السماعات اللي موجوده بره. طيب مين المغناطيس اللي له قدره عاليه على التوصيل ده؟ مغناطيس فائق السرعه. اسمه مغناطيس فائق الايه؟ مغناطيس فائق السرعه. طب المغناطيس فائق السرعه ده مين بيستخدم في صناعته؟
V2O5. طب مثال تاني، الخلاط. حضرتك والدتك تيجي تدوس على الزرار الخلاط يشتغل، تدوس على الزرار تاني الخلاط يوقف شغل ما يشتغلش. في نفس الوقت اللي بدوس فيه على الزرار بيشتغل ولا بيقعد شويه كمان عمال بيشتغل؟ لا، ده انا في نفس الوقت اللي بدوس فيه على الزرار الخلاط بيشتغل. طب ليه؟ ما انا محتاج جوه مغناطيس يكون فائق السرعه. تمام كده؟ يبقى اذا ال V2O5 يستخدم في ايه تاني غير صناعه الزجاج والسيراميك؟ صناعه المغناطيسيات فائقه التوصيل. عندها توصيل عالي، سرعه عاليه في مين؟ في التوصيل. تمام كده يا شباب؟ تمام. بيستخدم ايه يا شباب خامس اكسيد الفاناديوم ده؟ خامس اكسيد الفاناديوم بيستخدم في ايه تاني؟ بيستخدم في صناعه حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك يا شباب اللي هو مين؟ H2SO4، اسمه حمض الكبريتيك اللي هو ميه النار يا شباب. ميه النار دي بنستخدمها ازاي؟ بنستخدمها في ايه؟ قبل ما نقول احنا بنستخدمها في ايه، بنصنعها ازاي؟ لو جيت بصيت كده لحضرتك لحمض الكبريتيك اللي هو موجود عندي ده اللي هو ميه النار وبصيت له كويس ولاحظت وسالتك سؤال قلت لك هو مين العنصر الرئيسي اللي موجود فيه؟ هتقول لي والله العنصر الرئيسي اللي موجود فيه اللي هو الكبريت. ليه؟ لان هي الذره اللي موجوده في المركز، ذره مركزيه. طيب الكبريت اهو، الكبريت ده هنفعله مع مين؟ هنفعله مع الاكسجين O2، يقوم مديني مين؟ طبعا وش SO2. كبريت مع اكسجين يديني SO2، ثاني اكسيد مين؟ ثاني اكسيد الكبريت. فاسال نفسه سؤال، هو احنا مش اتفقنا ان التفاعلات الكيميائيه دي بتتم عشان اطلع مركبات مستقره؟ اه. طب يا ثاني اكسيد الكبريت SO2، نعم. هو انت كده كبريت وصلت للاستقرار؟ يعني انت كده وصلت للاستقرار؟ قال لي والله انا موجب كام؟ يعني ايه موجب كام؟ ما حضرتك الكبريت بتعمل 3 حالات تاكسد، بتعمل ثنائي وبتعمل رباعي وبتعمل سداسي. طب مين اكثر استقرار يا شباب؟ الاكثر استقرار اللي هو السداسي، عشان كل ما يفقد اكتر كل ما يوصل لحد الاستقرار. طيب الاس هنا موجب كام؟ موجب 2 ولا موجب 4 ولا موجب 6؟ والله لو موجب 2 يبقى لسه ما وصلش للاستقرار. طب موجب 4 لسه ما وصلتش للاستقرار. موجب 6 اللي هي مين؟ اكثر ايه؟ اكثر استقرار عند السداسي. طب الاس هنا موجب كام عشان اعرف هل التفاعل واقف عند الحته دي ولا لا؟ يعني لو الاس ده وصل لموجب 6 خلاص هو التفاعل واقف اخره هنا. طب ما وصلش لموجب 6 يبقى لازم يوصل له الاستقرار. طب يا اس؟ قال لي نعم. قلت له انت هنا موجب كام؟ قال لي والله انا س اهي زائد. هي الاوب كام يا شباب؟ مش الاوب تكتسب الكترونين، يعني الاوب كام؟ بسالب 2. سالب 2 في 2 بسالب كام؟ 4. لان الاوب سالب 2. طب انا عندي كام او؟ عندي 2 او، يبقى سالب كام؟ 4. بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يبقى السين بكام يا شباب؟ بموجب ايه؟ 4. يعني اذا الاس هنا بموجب كام؟ 4. يبقى مستقر؟ طبعا لسه مش مستقر، عاوز اوصل لحاله مين؟ الاستقرار. حاله الاستقرار يعني موجب كام؟ 6. يعني انا عايز احوله من موجب 4 الى موجب 6، يعني يفقد الكترونين تانيين. يفقد يعني عمليه اكسده، يعني لازم اكسد الاس او 2 تاني. وانا عشان اكسد الاس او 2 هفعله مع مين؟ ما هيتاكسد يبقى هفعله مع الاكسجين عشان يديني مين يا شباب؟ عشان يديني الاس او 3. حلو كده الكلام؟ المعادله مش موزونه، اس دخلت بواحد خرجت بواحد، الاو دخلت باربعه خرجت بثلاثه. يبقى كده الاس دخلت خرجت باثنين لازم تخش باثنين. الاو دخل 2 في 2 باربعه و2 6 خرجت بايه؟ بسته. بس في حاجه هنا، الاس او 2 ده عشان اكسده تاني زي ما اتفقنا عشان يوصل لموجب كام؟ يوصل لموجب 6. ما هو هنا كان موجب 4، عشان اوصل له موجب 6 لازم اعمل عمليه فقد. عمليه فقد يعني عمليه اكسده، عمليه اكسده يعني هفعله مع الاكسجين. فعلته مع الاكسجين بالفعل اهو. بس لما اقول له يلا يا اس او 2 تعالى اتاكسد هيقول لي يلا نتاكسد كده بسهوله؟ لا يا شباب الموضوع مش بسهوله. ليه مش بسهوله؟ احنا اتفقنا فقد يعني عمليه ايه؟ الاكسده يعني عمليه ايه؟ يعني عمليه فقد الكترونات. حلو حلو. الاس هنا كان موجب كام؟ 4. فاكر الاس هنا كانت كام؟ الاس هنا كانت صفر، بقت موجب كام؟ بقت موجب 4. يعني هو كان ذره بقى ايون، ولما بقى ايون الشحنه الموجبه زادت، يعني قوه جذب النواه زادت، فالالكترونات قربت من الممسوك اكتر، صح؟ فانا لسه عايز افقد كمان 2 من الالكترونات اللي قربت دي. فالاثنين اللي هيخرجوا بسهوله ولا عايز طاقه عاليه؟ عايز جهد عالي او طاقه عاليه اديها للاس او 2 علشان اخرج الكترونين تانيين من الاس، لان الاس بقت موجب كام؟ 4. فقوه الجذب النواه هنا بقت كبيره فجاذب الالكترونات. فانا عايز اخرج كمان الكترونين، يخرجوا ازاي؟ هديله طاقه اكبر واكبر. طب الطاقه دي انا مش قادر اوفرها، اعمل ايه؟ لازم احط عامل حفاز، لان العامل الحفاز بيقلل من الطاقه اللي محتاجها علشان التفاعل يحصل. يعني سيام مثلا التفاعل ده محتاج 1000 جول عشان خاطر يتم، انا مش معايا 1000 جول، انا معايا 300 جول 200 جول مثلا. هيحصل تفاعل؟ مش هيحصل. ال 200 جول دول مش هيعملوا حاجه.
هقوم جايب مين؟ هجيب عامل حفاز. العامل الحفاز ده بيعمل ايه؟ بيعوض النقص في الطاقه، يعني بيقلل من الطاقه اللي انا محتاجها عشان التفاعل يشتغل. فمين هنا العامل الحفاز يا شباب؟ العامل الحفاز هنا يبقى V2O5. V2O5 خامس اكسيد الايه؟ الفاناديوم. فبالتالي حطيت خامس اكسيد الفاناديوم كعامل حفاز في صناعه مين؟ SO3. الاس او 3 بقى ده يا شباب لما اجيبه اهو مدوبه في مين؟ مدوبه في ميه. اجمع كده ادي الميه H2 S O3 O الرابعه ادي O 4. يبقى اذا عشان اجيب حمض الكبريتيك H2SO4 لازم يكون مين عندي؟ لازم يكون عندي مين؟ لازم يكون عندي SO3 ثالث اكسيد الكبريت. وثالث اكسيد الكبريت عشان يطلع لازم الاس او 2 تتاكسد، والاس او 2 عشان خاطر تتاكسد لازم اعمل مين؟ لازم اعمل حفاز اللي هو خامس اكسيد الفاناديوم. يبقى لو خامس اكسيد الفاناديوم مش موجود الاس او 2 صعب جدا 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 ان هي تتاكسد، فبالتالي صعب جدا جدا ان انا احضر حمض الايه؟ الكبريتيك. عشان كده الاستخدام بتاع خامس اكسيد الفاناديوم بيستخدم في مين؟ في تحضير حمض الايه؟ الكبريتيك. طيب جميل الكلام. طب يا حمض كبريتك عشان خاطر تتحضر ادي الاس او 2 وادي الاكسجين. ازاي بقى الاكسجين هيخش ياكسد الاس او 2؟ ادي خامس اكسيد الفاناديوم اهو، وليكن هو كف ايدي ده العامل الحفاز. اما نادي للاس او 2 خلاه على السطح بتاعه، واما خلي الاكسجين وهو داخل يقوم داخل على السطح بتاعه. مين اللي موجود على السطح بتاعه؟ الاس او 2. الاكسجين وهو داخل يعمل في ايه في الاس او 2؟ يلمسه. يعمل في ايه؟ يلمسه. فالاكسجين لما يلمس الاس او 2 على سطح العامل الحفاز اللي هو V2O5 يخلي الاس تتحول من موجب 4 لموجب 6، يعني يخلي الاس او 2 تتحول لاس او 3. يبقى اذا الاكسجين وهو داخل على ثاني اكسيد الكبريت اللي موجود على ظهر العامل الحفاز اللي بيحصل له بيلمس الاس او 2. عشان كده الاس ال H2SO4 اتحضرت بطريقه اسمها طريقه الايه؟ التلامس. يبقى طريقه التلامس ده جايه ازاي؟ ان الاكسجين وهو داخل ياكسد الاس او 2 بيلمسه. يبقى بتحضير حمض الكبريتيك بطريقه اسمها طريقه الايه؟ طريقة التلامس. حلو كده يا شباب؟ في حاجة صعبة؟ تمام كده؟ يبقى تاني عشان خاطر احضر حمض الكبريتيك لازم يكون عندي اس او 3، والاس او 3 عشان تبقى موجودة عندي لازم اكسد الاس او 2. الاس او 2 بجيبها من الكبريت باكسده بالاكسجين عادي بيتحول لاس او 2. طب ليه يا استاذ ما بتحولش الاس او 3 مرة واحدة؟ ما احنا اتفقنا عشان تحول من اس او 2 اللي هي موجب 4 لاس او 3 موجب 6 محتاج طاقة كبيرة، والطاقة دي انا مش قادر اوفرها. فبالتالي قمت جايبها مع مين؟ حاطط له V2O5 هيتحول ل SO3 او الغاز ده اقوم مدوبه في ميه يديني H2SO4. في حاجه صعبه؟ تمام او كده. اخر حاجه للفاناديوم بيستخدم في مين يا شباب؟ تحضير حاجه اسمها حمض البنزويك. حمض الايه؟ البنزويك. وهتقول لي ايه حمض البنزويك؟ هقول لك اتقل جايه في العضويه هتاخدها بالتفصيل الكافي. لان انا لو ابتديت لك يعني ايه حمض بنزويك ده حوار، ده موضوع كبير، فهتخليني انا اقفل على الدرس ده واخش لك في عضويه. فانت اتقل لحد ما نوصل للعضويه هتاخد الدرس ده بالتفصيل. في حاجه صعبه كده؟ تمام؟ تمام. وبكده بقى احنا خلصنا مين؟ الفاناديوم. نخش على العنصر رقم كام يا شباب؟ نخش على العنصر رقم 4. العنصر رقم 4 اللي هو مين؟ الكروم. الكروم اللي هو مين؟ Cr عدد الذري 24. ويلا مع بعض ايه اللي اتقال في حقك يا كروم؟ قال لي انا والله الكروم 24 بفقد لحد موجب كام؟ 6، يعني بفقد كام الكترون؟ 6 الكترونات. يعني اذا نشاطه عالي ولا قليل؟ نشاطي عالي. تعالى كده بالراحه بالراحه. انا ده مين يا شباب؟ ده كده اللي انا بعمله ده ذرات مين ده يا شباب؟ ذرات الكروم. صح كده؟ ده ذرات مين؟ الكروم. ايه اللي موجود ما بين الذرات ده يا شباب؟ مسافات بينيه. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. طب الكروم ده نشط ولا مش نشط؟ ده نشاطه عالي، نشاطه شديد. جميل الكلام. مين موجود شقي في الهواء؟ هتقول لي والله اللي موجود شقي في الهواء الاكسجين. اقول لك صح. فانا لما اسيب حته كروم في الهواء او الكروم اسيبه كده في الهواء عادي معرض للهواء، الشقي اللي موجود في الهواء اللي هو مين؟ الاكسجين. فالاكسجين هينزل وش يتفاعل مع مين؟ مع الكروم. يتفاعل معاه ازاي؟ حضرتك لما تيجي تاخد صاحبك بالحضن ايه اللي هيحصل؟ مش انت لما لوحدك بالحجم ده لما تاخد صاحبك بالحضن حجمك هي ايه؟ هيزيد. فالاكسجين هينزل يتفاعل مع الكروم يعني ياخد الكروم بالحضن. فاللي هيحصل حجمه هي ايه؟ حجمه هيزيد ويتفاعل مع الذره الثانيه دي حجمها ايه؟ هتزيد. فلاحظت كده ان المسافه البينيه ايه اللي حصل لها؟ اتقفلت عشان الحجم زاد لما الاكسجين يتفاعل معاه. ها المسافات البينيه ايه اللي حصل لها؟
اتقفلت المسافات البينيه، ايه اللي حصل لها؟ اتقفلت المسافات البينيه، ايه اللي حصل لها؟ اتقفلت اهي زي ما انت شايف كده. يبقى الاكسجين لما نزل اتفاعل مع الكروم عمل ايه في المسافات البينيه؟ قفلها زي ما حضرتك شايف كده. فلما المسافات البينيه اتقفلت كده هنا زي ما انت شايف، هل الاكسجين له قدره عاليه على انه يخش على الطبقات الداخليه؟ مش هيقدر يخش. وطالما الاكسجين ما قدرش يخش على الطبقات الداخليه، يبقى الطبقات الداخليه مش هيحصل لها اكسده، يعني مش هتصدي، يعني مش هتتاكل. يعني اذا الكروم يقدر يحافظ على المعادن من الصدى؟ اذا كان هو حافظ على نفسه من الصدى، يبقى مش يقدر يحافظ على المعادن التانيه من الصدى؟ يقدر يحافظ عليه، بس حافظ عليها ازاي؟ الميكانيكيه تاني. الكروم على الرغم ان هو نشيط جدا الا انه حافظ على نفسه وعلى غيره من الصدى. تيجي ازاي؟ الاكسجين وهو موجود في الهواء الاكسجين اتفاعل معاه. الاكسجين لما اتفاعل معاه كون ايه؟ كون هنا طبقه من الاكسيد. الطبقه دي قفلت المسام زي ما احنا شايفين كده. قفلت الايه؟ المسام، يعني قفلت المسافات البينيه، فاصبح ما فيش مكان الاكسجين يقدر يخش منه، فبالتالي الاكسجين مش قادر يخش للطبقات الداخليه، فكده هيحافظ على الطبقات الداخليه ولا ما يحافظش عليها؟ يحافظ عليها. يبقى الكروم ده شباب على الرغم من شده نشاطه الا انه يحافظ على نفسه وغيره من الصدأ والتآكل. بيحافظ على نفسه من الصدأ والايه؟ والتآكل. تمام كده يا شباب؟ ازاي بقى يا عم الحاج بيعمل ده؟ ازاي بيعمل ده؟ بتيجي من الميكانيكيه اللي احنا لسه كاتبينها دي. بتيجي ازاي؟ بيجي ان الكروم بيتفاعل مع مين؟ بيتفاعل مع الاكسجين، لانه يتفاعل مع اكسجين الهواء الجوي، فيكون ايه يا شباب؟ بيكون طبقه. الطبقه دي طبقه من مين؟ هو اكسجين، يبقى اسمها طبقه من الاكسيد. الطبقه دي عملت ايه في المسافات البينيه؟ قفلتها. يبقى مسميه ولا غير مسميه؟ من الاكسيد الغير ايه؟ مسامي. من الاكسيد الغير مين؟ الغير مسامي. عملت ايه دي؟ فبالتالي الطبقه دي عملت ايه؟ قفلت المسافات مين؟ البينيه غير مسامي. فعامل ايه؟ فيحافظ على الطبقات الداخليه. يعني عمل ايه؟ يعني بالظبط وقف التفاعل، يعني خلى التفاعل اللي كان شغال يقف. يعني عمل حاجه ايه؟ التفاعل كان شغال فاصبح بقى خامل، فيعمل حاجه اسمها خمول كيميائي، فيحافظ على الطبقات الداخليه تحت اسمه ايه؟ المسمى اسمه الخمول الكيميائي. ايه الخمول الكيميائي ده عشان هنقابله فيما بعد؟ الخمول الكيميائي دي اللي هو ايه يا شباب؟ عدم استمرار حدوث التفاعل. عدم استمرار حدوث مين؟ التفاعل. علشان كده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في طلاء المعادن. لذلك يستخدم في مين؟ في طلاء المعادن. حلو كده لحد دلوقتي؟ حلو. بيستخدم في الكروم تاني. حضرتك بتشوف كده صاحبك او صاحبتك شايله لابسه شنطه جلد تمساح، صاحبك لابس حزام جلد تعبان. ايه ده يا استاذ؟ هو التمساح والتعبان دي مش كائنات حيه؟ مش خدوا الجلد منها؟ يعني المفروض ان هي الحاجات دي تعفن. ما بتعفنش ليه؟ عشان الجلود دي حصل لها حاجه اسمها دباغه. اسمها ايه؟ دباغه. مين العنصر اللي استخدم في دباغه الجلود دي يا شباب؟ اللي هو ايه؟ الكروم. يبقى استخدم في مين تاني يا شباب؟ دباغه مين؟ الجلود. استخدم في دباغه الايه؟ الجلود. طب استخدم في ايه تاني الكروم يا شباب؟ الكروم بيستخدم في مين؟ اهم مركبات الكروم اللي هو مين؟ اكسيد الكروم الثلاثي. اسمه ايه؟ اكسيد الكروم الثلاثي. بيستخدم في ايه اكسيد الكروم الثلاثي ده؟ حضرتك لابس بنطلون بصبغه لون معين، وزميلك لابس تي شيرت بصبغه لون معين، وهو لابس قميص مش عارف ايه، وهي لابسه عبايه مش عارف لونها ايه. الاصباغ والالوان دي كده مين كلها بيستخدمها؟ اكسيد الكروم الايه؟ الثلاثي. بيستخدم في صناعه الايه يا شباب؟ الاصباغ. بنعمل منه مين؟
الاصباغ. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب ايه تاني بالنسبه للكروم؟ المركب ده يا شباب K2CR2O7. اسمه ايه المركب ده؟ اسمه O7. اسمه ايه المركب ده؟ اسمه ثاني كرومات البوتاسيوم، اللي هي لونها ايه؟ البرتقاليه. حلو كده؟ ثاني كرومات البوتاسيوم البرتقاليه دي يعني ماده ايه؟ ركز معايا في الحته دي بالله عليك عشان خاطر الطالب بيتلخبط فيها. هي الماده دي مش فيها اكسجين كتير؟ تبقى ماده ايه؟ ماده مؤكسده. صح كده الكلام؟ هقول لك صح، بس تعالى نفهم ازاي ماده مؤكسده. لو جيت قلت لك السي ار هنا موجب كام؟ يبقى دي ماده ايه؟ ماده مؤكسده. يعني ايه ماده مؤكسده؟ ما احنا اتفقنا مع بعض ان العامل عكس العمليه، يعني لو عمليه اكسده يبقى عامل مختزل، عمليه اختزال يبقى عامل مؤكسد. حلو؟ تاني، عمليه اكسده يبقى عامل مختزل، عمليه اختزال يبقى عامل ايه؟ عامل مؤكسد. طب دي ماده مؤكسده، يبقى العمليه بتاعتها عمليه ايه؟ عمليه اختزال. عمليه اختزال يعني ايه؟ يعني اكتساب الالكترونات. يبقى ماده مؤكسده يبقى ايه يا شباب؟ يحدث لها عمليه اختزال. يعني ايه عمليه اختزال يا شباب؟ عمليه اختزال يعني ايه؟ يعني عمليه اكتساب الكترونات. طب هو مين اللي هيكتسب الكترونات يا شباب؟ مين اللي هيكتسب الالكترونات هنا؟ الكي اللي هتكتسب ولا السي ار اللي هتكتسب ولا الاو هتكتسب؟ طبعا لا الكي هتكتسب ولا الاو هتكتسب، اللي هتكتسب مين؟ السي ار. اثبت لك يا باشا. تعال انا وانت نحسب هو الكروم هنا فقط قد ايه؟ ما هو طالما انا هكتسب يبقى كده عندي اماكن فاضيه اقدر اجيب فيها. طب انا عندي اماكن فاضيه يعني انا فقدت اصلا. حلو كده الكلام؟ تعالى كده نشوف الكروم. الكروم اللي هو باين نحط تحت منه س. طب استاذ طب هو كروم ولا 2 كروم؟ 2 كروم يعني 2 س. في حد مختلف معايا؟ تمام. الاكسجين احنا قلنا الاكسجين بسالب كام؟ 2. سالب 2 هما كام اكسجين؟ 7. يبقى سالب 2 في 7 بسالب كام؟ سالب 14. تمام كده؟ تمام. طيب البوتاسيوم بكام؟ البوتاسيوم بموجب 1. طب هنا كام بوتاسيوم؟ 2 يبقى موجب كام؟ 2. كل المركب ده هيساوي كام؟ هيساوي صفر. تمام؟ تمام. سالب 14 وموجب 2 يبقى سالب كام؟ سالب 12. يبقى اذا سالب 12 زائد 2 س هتساوي صفر. يبقى ال 2 س هتساوي كام؟ موجب 12. يبقى السين بس هتساوي كام يا شباب؟ السين بس هتساوي كام؟ السين هتساوي موجب كام؟ 6. يبقى اذا الكروم فقط كام يا شباب؟ فقط 6. حلو كده الكلام؟ حلو الكلام. طب الكروم لما يفقد 6 هيبقى شكله عامل ازاي؟ تعالى نوزع كده. ادي الكروم، الكروم مش 24؟ يلا ارجون 18 4s1 3d5. حلو؟ هو لما يفقد الموجب 6 يعني فقد ال 4s وفقد ال 3d. يعني اذا ال 4s هيبقى بصفر وال 3d هتبقى بكام؟ بصفر. يعني الاوربيتال بتاع الاس فاضي، الاوربيتال بتاع الاس فاضي والخمس اوربيتالات بتاعت الدي فاضيه. فبالتالي عنده اماكن فاضيه كتير جدا. فبالتالي مين اللي له قدره على انه يكتسب الكروم؟ عشان كده قلت لحضرتك ان ماده مؤكسده يعني بيحدث لها عمليه مين؟ اختزال. اختزال يعني ايه؟ اكتساب. يبقى مين اللي هيكتسب يا شباب؟ الكروم. وطالما الكروم هيكتسب يبقى عمليه اختزال، يبقى ماده ايه؟ مؤكسده. يعني تقدر تخلي الحد اللي معاها يفقد. ما انا ماده مؤكسده يعني هيحصل لي اختزال، يعني انا هكتسب. صح؟ طب هكتسب من مين؟ اكيد معايا حد هيفقد. يبقى انا كماده مؤكسده موجوده. ماده مؤكسده يعني هيحصل ايه؟ هيحصل لي انا اكتساب، اختزال. هكتسب الكترون. هكتسب منين؟ هجيب من الهواء؟ ما فيش حاجه كده اسمها تيجي من الهواء. يبقى لازم يكون حد معايا هيفقد لي. فاللي معايا ده ويفقد لي، يبقى انا خليت اللي معايا يحصل له عمليه اكسده وانا هيحصل له عمليه اختزال. فهمنا كده يا شباب؟ تمام. فبالتالي لما يحصل عمليه اختزال الكروم كان كام يا جماعه؟ الكروم كان موجب 6 اللي هو لونه برتقالي. علشان كده اسمها ايه؟ اسمها ثاني كرومات البوتاسيوم الايه؟ البرتقاليه. تمام كده؟ يبقى الكروم موجب 6 اللي هو في ثاني كرومات البوتاسيوم لونه برتقالي، هيحصل له اختزال. يعني الشحنه الموجبه هتقل الموجب كام؟ لموجب 3 اللي هي لونها ايه يا شباب؟ لونها اخضر. كروم موجب كام؟ موجب 3. يبقى اذا ثاني كرومات البوتاسيوم ماده مؤكسده هيحصل لها عمليه اختزال فتتحول من كروم موجب 6 برتقالي الى كروم موجب 3 لونه ايه؟ لونه اخضر اهو. يبقى وتتحول الى
كروم موجب 3 اللي هو لونه يا شباب؟ لونه اخضر. في حاجه صعبه كده؟ تمام. وده كان مين؟ ده كانت فكره الايه؟ الكروم. نخش بعد كده على العنصر اللي بعده اللي هو مين بعد الكروم يا شباب؟ اللي بعد الكروم اللي هو المنجنيز. ان 25. يتقال في حقك ايه يا منجنيز؟ اول لما ابص للمنجنيز بخط عريض يتقال في حقه ان هو ايه؟ يتقال في حقه ان هو هش. يتقال في حقه ان هو ايه؟ هش. يتفرج بالايد. بس على الرغم ان هو هش يقدر يشيل القطر. تقول لي ها؟ هقول لك زي ما سمعت. على الرغم من ان هو هش يشيل مين؟ القطر. طب ازاي هو هش ويشيل القطر؟ شغل دماغك معايا. يبقى اذا هيشيل القطر وهو هش، يبقى اذا في خواص جديده مش موجود في المنجنيز لوحده. يبقى اذا كده انا حطيت المنجنيز مع حد عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل سبيك. طب احطه مع مين المنجنيز ده يا شباب؟ احطه مع الاف اي والسي، او نضيف له مين؟ ام ان اللي هو المنجنيز. يعني يضاف للحديد الايه؟ للصلب. يبقى يضاف للحديد الصلب. ليه؟ لعمل سبيكه تتميز بايه السبيكه دي؟ تتميز بانها، خلي بالك من الحته دي، اصلب من الصلب. احنا من شويه كده في التيتانيوم خدنا ان هو صلب مثل، انما هنا اصلب من. يبقى انت خلي كده كل مصطلح انت مع مين عشان ما نلخبطش الدنيا في بعضها. اصلب من الصلب لصناعه مين؟ لصناعه قضبان السكك الايه؟ الحديديه. قال لا. طب هو يا استاذ بس مش انت قلت المنجنيز يبقى هش؟ يبقى كده برضه هيحصل له ايه؟ مش هينفع نستخدمه لوحده. نقوم جايبين مين؟ هنجيب المنجنيز اهو. المنجنيز هنحط له مين؟ هنحط له الومنيوم. يبقى هنعمل ايه برضه دلوقتي كده؟ هنعمل ايه؟ هنعمل سبيكه. السبيكه دي تستخدم في ايه؟ منجنيز والومنيوم. الالومنيوم ما بيصديش. ليه؟ عشان الالومنيوم بيعمل زي الكروم بالظبط، طبقه من الاكسيد غير مسميه. الحاله الالومنيوم بتاعت والدتك اللي هي في البيت، والدتك متجوزه بقى لها 20 سنه، ليه الحاله ما صدتش لحد دلوقتي؟ علشان رغم ان الكروم نشط جدا يعني بيفقد بسرعه، بس الكروم اتفاعل مع الاكسجين بتاع الهواء كون طبقه من الاكسيد غير مسميه فحافظ على الطبقات الداخليه، عشان كده ما صداش. فالمنجنيز مع الالومنيوم هنعمل سبيكه. سبيكه مالها؟ هيعمل حاجه تتميز بمقاومتها لمين؟ للتآكل. طب نعمل ايه هي بقى السبيكه دي؟ تستخدم في مين؟ تستخدم في صناعه عبوات المشروبات الغازيه، علب الكنز يعني، عشان كده ما تصديش. تمام. قال لا. يبقى كده المنجنيز يا شباب ينفع يستخدم بمفرده ولا له اي قيمه؟ هش. علشان كده المنجنيز ما ينفعش استخدمه الا في صوره مين يا شباب؟ سبائك. علشان كده المنجنيز رغم انه هش لذلك يستخدم دائما في صورة مين يا شباب؟ سبائك. اشمعنى في صورة سبائك؟ عشان هو ايه؟ عشان هو هش. في حاجة صعبة كده يا شباب. عشان كده حطيته مرة مع الحديد الصلب عشان اعمل قضبان، حطيته مرة مع الالومنيوم عشان اعمل مين؟ مشروبات ايه؟ غازية. طب خلافه ايه تاني؟ الكي ام ان او 4. كي ام ان او 4 مادة ايه؟ ده فيه اكسجين كتير. يبقى ماده ايه؟ ماده مؤكسده. يا استاذ يعني انا بعرف الماده المؤكسده من الاكسجين الكتير؟ لا يا باشا، مش عشان انت الاكسجين كتير بس. امال عشان خاطر ايه؟ هات يا باشا حاله تاكسد وتعرف ان هو ماده مؤكسده ولا لا. ليه؟ لان احنا اتفقنا الماده المؤكسده بيحصل لها عمليه ايه؟ يحدث لها عمليه اختزال. اختزال يعني ايه؟ يعني اكتساب الكترونات. اكتساب الكترونات يعني ايه؟ يعني عنده مكان فاضي يقدر يكتسب فيه الكترونات. فانت حضرتك هتعرف الاول هو عنده مكان فاضي ولا لا، عشان لو عنده مكان فاضي هيكتسب يبقى ماده مؤكسده. طب هل هو عنده مكان فاضي؟ تعال نشوف. الام ان هنحط تحت منها ايه؟ س. الاكسجين الاول واحده بسالب 2 في 4 بسالب 8. تمام؟ زائد مين؟ البوتاسيوم هنا بكام؟ البوتاسيوم بموجب كام؟ بموجب 1. ده كله هيساوي ايه؟ صفر.
سالب 8 وموجب 1 يبقى سالب 7، بعكس الاشاره يبقى موجب كام؟ 7. هو المنجنيز موجب 7 يبقى في مكان فاضي؟ تعالى يا باشا، احنا ما بنعملش جديد، ادي المنجنيز 25. يلا وزع كده. ارجون كام؟ 18. 4 اس 2 3 دي كام؟ 5. افقد يا باشا السبعه، موجب 2 مع موجب 5 يبقى هنا ال 4 اس بقت بصفر وال 3 دي بقت بصفر، يعني الاوربيتال بتاع الاس فاضي والخمس اوربيتالات بتاعت الدي فاضيه. يبقى عنده مكان فاضي يقدر يكتسب؟ طبعا الاوربيتالات فاضيه. يبقى يكتسب؟ يبقى يحصل له اختزال؟ يبقى ماده مؤكسده؟ يبقى من هنا وطالع بنعرف الماده المؤكسده ازاي؟ بنجيب حالات التاكسد ونشوف هل عندها اماكن فاضيه، يبقى كده ماده مؤكسده. وكل اما يكون عنده مكان فاضي كتير، يعني يقدر يكتسب كتير، يبقى يحصل اختزال كتير، يبقى ماده مؤكسده قويه. يبقى كده لو جبت لك مواد وتقدر كل المواد دي تقدر تكتسب، يعني يقدر يحصل لها عمليه اختزال. جبت لك س ص ع د، والسين ص ع د يقدروا يحصل لهم عمليه اختزال الثلاثه، يعني كلهم عوامل مؤكسده. وجيت قلت لك مين فيهم افضل عامل مؤكسد، تعمل ايه؟ هتجيب حاله التاكسد هنا وهنا وهنا وهنا، واللي فقد اكتر يقدر يكتسب اكتر، يقدر يحصل له اختزال اكتر، يبقى عامل مؤكسد اقوى. يبقى اذا عامل مؤكسد اقوى بيجي منين؟ من اللي حصل له اكسده اكتر. تمام كده يا شباب؟ خلاص، يبقى الملحوظه دي نكتبها كده على جنب هنا. العامل المؤكسد الاقوى اللي هو ماله؟ اللي هو ماله؟ فقد اكتر. وخدها كده وايه وبروزها وخلي بالك منها. في حاجه صعبه كده؟ ده مين؟ ده ايه؟ العامل اللي فقد اكتر، يبقى ده عامل ايه؟ عامل مؤكسد اقوى. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ تمام. وبكده يبقى احنا بنستكمل استخدامات المنجنيز. طب يا منجنيز بيستخدم في ايه تاني؟ قال لي والله المنجنيز بيستخدم في مين؟ ده مين؟ هتقول لي ده ميه، هقول لك صح. طب لما اعمله كده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه فوق اكسيد المنجنيز، الهيدروجين. فوق اكسيد الهيدروجين ده اللي هو اسمه شائع، الاسم الشائع بتاعه عندنا في السوق ميه اكسجين، اللي بتحطها او بتحطيها على الصبغات بتاعت الشعر عشان خاطر تثبت الصبغه. تمام؟ ميه الاكسجين ده شباب لو انا سبتها على الترابيزه كده، حطيتها في شويه ميه وسبتها على الترابيزه، ايه اللي يحصل لها؟ هتتفكك معايا لميه واكسجين، عشان كده اسمها ميه اكسجين. حلو حلو، بس عشان خاطر تتفكك معايا الميه والاكسجين بتاخد وقت كبير جدا جدا جدا. طب انا عايزها ما تاخدش وقت كبير جدا جدا جدا، يبقى احط لها مين عشان خاطر تتفكك بسرعه الميه والاكسجين؟ عامل حفاز. مين العامل الحفاز يا شباب؟ اللي هو MnO2 ثاني اكسيد الايه؟ المنجنيز. ونوزن المعادله، يبقى المنجنيز يستخدم ايه؟ عامل حفاز. اللي هو مين؟ اللي هو MnO2. عامل حفاز في مين يا شباب؟ في تفكك مين؟ فوق اكسيد الهيدروجين. هيتفكك لمين يا شباب؟ لماء واكسجين، عشان كده اسمها ميه ايه؟ ميه اكسجين. في حاجه صعبه كده؟ تمام؟ طيب بيستخدم في ايه تاني المنجنيز ده يا شباب؟ بيستخدم في المركب ده من ضمن مركباته اللي هو MnSO4. اسمه ايه ده يا شباب؟ اسمه كبريتات المنجنيز. كبريتات المنجنيز. كبريتات المنجنيز اللي ايه يا شباب؟ الثنائي. تمام؟ بتستخدم في ايه ده؟ حضرتك كده كبريتات المنجنيز الثنائي دي بتستخدم في ايه؟ طبعا في ناس طلعت موضه كده في 2015 كانوا بيلبسوا الشوز بتاعهم من غير شراب للاسف. فبالتالي كان ايه اللي بيحصل؟ الجلد بيعرق، بني ادمين كلنا، والجلد لما يعرق بيخرج معاه املاح، فيبتدي فطر يتكون على الجلد، فالفطر ده عايز يتغذى فبياكل الجلد اللي هو تحت مصطلح الجرب او التنيه. طب انا عايز اتخلص من الفطر ده، نقوم جايبين له مرهم، المرهم ده فيه كبريتات مين؟ المنجنيز. يبقى كبريتات المنجنيز تستخدم ايه؟ فيها شباب كمبيد للايه؟ للفطريات. مبيد لمين؟ للفطريات. في حاجه صعبه كده يا شباب؟ يبقى تاني المنجنيز هش، عشان كده ما ينفعش انا استخدمه لوحده،
يستخدم دايما في هيئه مين؟ سبائك. اول سبيكه ليه لما احطه مع الحديد الصلب بيعملوا قضبان سكه حديد. بعد كده احطه مع الالومنيوم يستخدمه في صناعه عبوات منشورات غازيه الكنز. كي منه 4 ماده مؤكسده، تمام، يبقى تفقد اكتر، وعامل حفاز في تفكك فوق اكسيد الهيدروجين. والام ان اس او 4 اسمها كبريتات منجنيز ايه؟ ثنائي، يستخدم كموجود لمين؟ للفطريات. طيب مش احنا لسه قايلين دلوقتي ان هي ماده مؤكسده؟ يعني تتحول من ام ان موجب كام لام ان موجب كام؟ تعالى كده، هتتحول من ام ان موجب كام لام ان موجب كام؟ الام ان هنا كانت موجب كام يا شباب؟ الام ان هنا كانت موجب 7. هتتحول لمين يا شباب؟ ام ان موجب 2. يبقى حصل عمليه ايه؟ اختزال، عشان كده ماده مؤكسده. ام ان موجب 7 كان لونها ايه؟ بنفسجي. ام ان موجب 2 شفاف عديم اللون. في حاجه صعبه كده؟ يبقى لما حصل اختزال اللون اللي حصل له اتغير. ليه؟ لان لما حصل اختزال المركب ما بقاش زي ما هو، ما بقتش كي ام ان او 4، ما بقتش ام ان او 4، ما بقتش الام ان موجب 7، اتحولت لمركب جديد خالص، فبالتالي اللون اللي حصل له اتغير. وبكده يبقى احنا وخلصنا المنجنيز. نخش بعد المنجنيز على مين يا شباب؟ الحديد. الحديد عدده الذري 26. ايه اللي اتقال في حقك يا حديد يا 26؟ قال اتقال في حق كتير قوي، ده انا الحديد. يستخدم في ايه الحديد ده يا شباب؟ عيش بقى. يستخدم في الاعمده اللي هو الحديد الصلب، والبوابات، والادوات جراحه في الطب، يعني ادوات الجراحه، ومواسير المدافع والبنادق. عيش. يستخدم في حاجات كتير جدا، اللي هو مين؟ اللي هو الحديد. يستخدم في الحديد تاني. هقول لحضرتك مين ده؟ هتقول لي النيتروجين. طب هقول لحضرتك مين ده؟ هتقول لي الهيدروجين. انا عايز اطلع مين؟ عايز اطلع نشادر. هتقول لي حلو الكلام، هقول لك حلو الكلام، بس السؤال هنا، احنا اتفقنا من زمان ودلوقتي ولحد ما اخر يوم في عمرنا، هو اي تفاعل بيحصل ليه؟ اي تفاعل بيحصل عشان احول الغير مستقر احوله لمستقر. تمام؟ تمام. تعالى حضرتك كده بص، يا ان يا تو، انت مستقر ولا مش مستقر؟ قال انا والله مستقر. عرفت منين يا مستر ان هو مستقر؟ يعني انت بتغني علينا؟ تعالى يا باشا، ان 2 دي اللي هي عباره عن مين؟ عن ان وان، صح؟ تمام. طيب الان والان دي اللي هي مين؟ الان فيهم بكام؟ بسبعه، والان الثانيه بسبعه. وزع كده يلا، 2 5 2 5. يا استاذ مستر ما هو غير مستقر اهو، ده غير مستقر وده غير ايه؟ مستقر. حلو كده الكلام؟ هقول لك انت صح، بس حضرتك انت مش لاحظ بالك ان الغير مستقر الانايه الواحده، انا بتكلم عن الان 2 مع بعض، الانايه الواحده غير مستقر، انما الان 2 بقت مستقر ازاي؟ تعال، مش ده 5؟ محتاج كام؟ محتاج 3 عشان يوصل للاستقرار، وده 5 صح؟ محتاج كام؟ محتاج 3 عشان يوصل للاستقرار. فالنيتروجينه دي تنادي النيتروجينه دي بيتا نيتروجينه، تقول لها نعم. ما تجيب يا بنت 3 الكترونات عشان اوصل للاستقرار، ابقى انا 8. تقول لها طب وماله، ما انا كمان محتاجه، ما تجيب انت. تقول لها ما نجيش نشارك بعض، انا اديكي 3 وانت ترد عليا ب3 ونوصل مع بعض لحاله الاستقرار. لها فكره، ده فكره، يلا نشارك بعض، يلا نساهم بعض. فيقوم ايه اللي يحصل؟ فيقوم ايه اللي يتم؟ يقوم النيتروجينه دي تقوم تعمل ايه؟ تقوم حاطه 3 الكترونات هنا مجهزاهم، والان الثانيه تحط كام؟ 3 الكترونات هنا مجهزاهم هي كمان. طب بتحط 3 الكترونات منين؟ هو الفقد او الاكتساب او المشاركه بيتم منين؟ من مستوى الطاقه الرئيسي الاخير، والمستوى الطاقه الرئيسي الاخير هنا في كام؟ في 5. هنا جهزت 3 للمشاركه يبقى 2، وهنا جهزت 3 للمشاركه يبقى كام؟ يبقى 2. حلو كده الكلام؟ حلو الكلام. يلا نشارك، يلا نشارك، يلا نشارك، يلا نشارك. الله. فبقى هنا الان بقى فيها كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، والان دي بقت فيها كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. فاصبح كده بقى موجود كام الكترون عند كل واحد؟ مستوى الطاقه الرئيسي الاخير بقى فيه 8. وصل للاستقرار ولا ما وصلش للاستقرار؟ وصل للاستقرار. فعملوا كام رابطه يا شباب؟ 3 روابط اسمها رابطه تساهميه ثلاثيه. فبقت مستقره ولا مش مستقره؟ بقت مستقره. حلو حلو. طب والهيدروجين؟ الهيدروجين اللي هو مين؟ ادا اتش وادا اتش. طب كل اتش فيهم بكام يا شباب؟ كل اتش فيهم يلا بواحد، وده بواحد. طيب يبقى ده مستقر؟ هتقول لي لا والله ده غير مستقر، وده ماله؟ غير مستقر. فالهيدروجين تقول بنت هيدروجين نعم، ما تجيب الالكترون بتاعك ده عشان اوصل للاستقرار. تقول لها طب وماله، ما انا عايز انا كمان، ما تجيب انت ونوصل للاستقرار. تقول لها طب ما تجيش نشارك بعض، وانا اديك واحد وانت ترد عليا بواحد، نوصل مع بعض لحد الاستقرار. تقول لها اوكي، المانع يعني نوصل مع بعض لحد الاستقرار. فالاتش دي تشارك بواحد،
والاتش دي تشارك بكام؟ بواحد. يلا كده نشارك، يلا نشارك، يلا كده نشارك، يلا نشارك. فاصبح كده بقى في كام الكترون في كل واحده؟ الكترون من هنا مكتوب ان عملنا ايه؟ رابطه، فاسمها رابطه تساهميه احاديه. مستقر ولا مش مستقر؟ برضه بقى ماله؟ بقى مستقر. حلو كده الكلام؟ حلو الكلام. طب نوزن المعادله. المعادله كده بقت ايه؟ بقت موزون. فالمغزى من اللي انا بعمله او الشاهد من اللي انا بعمله، المتفاعلات مستقره اصلا. فانا ازاي المستقر هخليه يتفاعل؟ ما احنا اتفقنا ان انا بخلي مين؟ بحول الغير مستقر لمستقر. طب هو اصلا اوريدي في المتفاعلات مستقر، يبقى اتفاعل ازاي؟ يبقى مش هيتفاعل. لو وقفنا على دماغتنا مش هيتفاعل. طب والعمل؟ انا عايزه يتفاعل عشان اطلع نشادر. هيتفاعل ازاي؟ يبقى لازم اعمل ايه يا شباب؟ يبقى انا عايزه يتفاعل، يبقى لازم اخليه احوله من مستقر لغير مستقر، لان السبيل الوحيد انه يتفاعل انه لازم يكون غير مستقر. طب احوله غير مستقر ازاي؟ ازغزغه يعني يتحول لغير مستقر؟ طبعا لا. امال عمل ايه؟ لازم احوله لغير مستقر. فاسال نفسك سؤال بالله عليك، امشي كده بالمنطق. اسال نفسك سؤال، ولا نيتروجين هو مين اللي مخليه كده مستقر؟ يالا مين اللي مخليه مستقر كده من وجهه نظرك؟ هترد عليه وتقول لي الثلاث روابط دول. يبقى انا وش اعمل ايه في الثلاث روابط؟ ها؟ اعمل ايه في الثلاث روابط دول؟ مفيش قدامي سبيل غير ان انا اكسرهم. ما هو كده لازم اكسرهم عشان احوله لغير مين؟ لغير مستقر. عشان لما يتحولوا لغير مستقر هيحصل فيه تفاعل بقى. طيب وهنا مين السبيل الوحيد اللي مخليه مستقر؟ برضه رابطه السموحه دي مفيش طريق قدامي غير ان انا اكسرها. فلما اكسر الروابط دي يعني يتحول لغير مستقر، فيبتدي يتفاعل فيتحول لنشادر. حلو كده؟ حلو. المغزى هنا والسؤال هنا بقى، اكسرهم ازاي؟ ازغزغهم؟ يتكسروا؟ لا طبعا. امال اكسرهم ازاي؟ لازم طاقه تكسرهم. طب الطاقه دي كام يا شباب؟ 5000 جول، 6000 جول، كم انت بس انت بتقول ارقام وخلاص. هتوفرهم ازاي؟ هتوفر الرقم المهول ده ازاي؟ مش هقدر اوفره بصراحه. يبقى انسى ان يحصل تفاعل. هقول لك لا مش هنسى، انا مش قادر اوفر الطاقه دي بس هخلي تفاعل يحصل. هتعملها ازاي؟ زي ما اتفقنا من شويه، عامل حفاز. مين العامل الحفاز يا شباب الوحيد؟ الحديد. او عامل حفاز ثاني اسمه مولوبيديوم، MO. هيخلي ال 5000 دول كام؟ 500 ومعاها 300 ضغط ATM، ودي 300 درجه ايه؟ مئويه. يبقى انا كنت محتاج 5000 او 6000 جول، انا معايا بس 500. طب والفرق ده كله اجيبه منين؟ فانا بقدر اعمل حفاز بيقلل الطاقه اللي انا محتاجها عشان التفاعل يحصل، اسمها طاقه التنشيط. فبالتالي بقى اسمه مين؟ حديد او مولوبيديوم. فبالتالي طلع لي مين؟ طلع لي النشادر. يبقى الحديد بيستخدم كايه؟ كعامل حفاز في مين؟ في تحضير النشادر. الطريقه دي اسمها طريقه مين؟ زي ما خدنا زمان وبناخدها دلوقتي، طريقه هابر بوش. دي الطريقه اللي بحضر بقى النشادر، بصنع فيها النشادر في الصناعه. النشادر بناخدها ونباعها زي ما احنا شايفين كده يا شباب. طيب هل الحديد بيستخدم في حاجه ثانيه؟ اه طبعا بيستخدم في حاجه ثانيه. مين يا عم الحاج؟ ده مين يا باشا؟ ده مين؟ ده انت هتغلط وتقول لي عليه الكوبالت. هقول لك غلط يا معالي الباشا. خلي بالك، خلي بالك كويس قوي ما بين ده وما بين ده. انت شايف ايه؟ انت شايف هنا ان السي كابيتال والاو كابيتال، انما هنا السي كابيتال والاو سمول. السي كابيتال والاو سمول يبقى ده مين يا شباب؟ ده الكوبالت، عنصر. انما السي كابيتال والاو كابيتال ده مركب اسمه اول اكسيد الكربون اللي احنا كاتبينه قدامنا دلوقتي كده. يبقى ده اسمه ايه؟ اول اكسيد الكربون. طب اول اكسيد الكربون، طب مين ده يا شباب؟ ده الهيدروجين. مين؟ الهيدروجين. طب الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ الاثنين مع بعض اسمه خليط. الخليط ده اسمه ايه؟ خليط الغاز المائي. خليط الغاز الايه؟ المائي. الخليط ده انا عايز احوله لمين؟ عايز احوله لوقود وسائل. وقود يعني اذا بيتولع، لما اولعه يولع ويطلع لي طاقه. طب مين الوقود الشائع في حياتنا؟ الغاز الطبيعي اللي هو غاز الميثان اللي هو رمزه مين؟ CH4. طيب انا قلت عليه وقود ولا وقود سائل؟ وقود سائل. وقود سائل يبقى لازم يكون معاه مين؟ لازم يكون معاه ميه. طب انا عشان احول اول اكسيد الكربون الهيدروجين اللي هو الغاز المائي لوقود سائل محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اخلي اول اكسيد الكربون يتفاعل مع الهيدروجين. طب والهيدروجين هنا ده مش اللي هو اتش رابطه اتش؟ هتقول لي هو مين؟ اتش رابطه اتش.
يعني مستقر ولا مش مستقر؟ يعني مستقر، واحنا لسه متفقين مع بعض من شويه التفاعل بيتم عشان احول الغير مستقر لمستقر. طب ده مستقر، يبقى اذا عشان خاطر اخليه يتفاعل ينفع يتفاعل؟ لو وقفت على دماغي مش هيتفاعل. طب والعمل؟ مفيش قدامي سبيل ان انا احوله غير مستقر. طب مين اللي السبب في ان هو مستقر؟ الرابطه. فاعمل ايه في الرابطه يا شباب؟ مفيش قدامي سبيل غير ان انا اعمل فيها ايه؟ اكسرها. فلما اكسر الرابطه الهيدروجين اتحول لغير مستقر، وكده كده الكربون هنا غير مستقر، فيتفاعلوا مع بعض ويكونوا لي مين؟ اسمه ايه ده؟ اسمه الوقود سائل. وقود ايه؟ سائل. انا بقى عشان اعمل الليله دي كلها واكسر الرابطه المستقره دي، ازغزغها تتكسر يعني زي ما متفقين؟ طب نقول زغزغه كتير مع بعض؟ لا طبعا مش هنزغزغها تتكسر. امال هنحط مين يا شباب؟ عامل حفاز اللي هو مين؟ الحديد. ومعاه درجه حراره كام يا شباب؟ 725. لان انا لو شلت الحديد ال 725 دول هيعدوا الوفات مؤلفه. طب انا مش قادر اوفر الوقود ده كله او الطاقه دي كلها، حطيت عامل مين؟ حفاز. لان العامل حفاز مرارا وتكرارا بيقلل الطاقه اللي انا محتاجها علشان التفاعل يشتغل معايا. يبقى للمره الاخيره العامل حفاز بيستخدم ايه؟ الحديد بيستخدم كايه؟ كعامل حفاز في تحويل مين لمين؟ تحويل الغاز المائي لوقود مين؟ لوقود سائل. يبقى نكتبها هنا كده: عامل حفاز في تحويل مين؟ الغاز المائي لوقود ايه يا شباب؟ وقود سائل. حلو كده؟ طيب وبكده يبقى احنا وقفنا عند مين؟ عند الحديد وخلص الحديد. نخش بعد الحديد على مين؟ على الكوبالت. الكوبالت CO 27. ايه اللي ممكن يتقال في حقك يا كوبالت؟ نرجع كده تاني للجدول الدوري ونفتكر كده مع بعض شكل الجدول الدوري. المجموعه الثامنه بالتحديد لو تفتكروها، المجموعه الثامنه اللي هي بعد ال7 بي. هو ال7 بي كان فيه منجنيز، مين كان بعد المنجنيز؟ حديد، كوبالت، نيكل. صح؟ صح. وجينا عند الثلاث اعمده دول عملناهم مجموعه كده اسمها مجموعه ثامنه ما خدتش رموز عشان هي متميزه. متميزه في ايه؟ ارجع كده انا وانت الاعداديه ونفتكر مع بعض ملحوظه صغيره كده. كنا بنقول عناصر مين المتشابهه في الخواص؟ عناصر المجموعه الواحده متشابهه في الخواص ولا عناصر الدوره الواحده متشابهه في الخواص؟ بالظبط زي ما انت بتقول عناصر المجموعه الواحده هي اللي متشابهه في الخواص. يبقى انا عايز عناصر متشابهه في الخواص ادور على عناصر مين؟ مجموعه. يبقى انزل من فوق لتحت. هل يعقل ان في عناصر دوره متشابهه في الخواص؟ لا. جينا بقى عند الحديد والكوبالت والنيكل اللي هم موجودين جنب بعض. الحديد والكوبالت والنيكل اللي هي المجموعه الثامنه لو تفتكر، لقينا ايه؟ المفروض ان التشابه الرأسي اكبر من التشابه الافقي. يبقى كده وانا نازل رأسي، كده وانا ماشي افقي، وانا ماشي كده افقي. فالمفروض ان التشابه الرأسي اكبر من التشابه الافقي، لان المجموعه بنزل، الدوره بمشي. واحنا قلنا الخواص تبقى ما بين المتشابهه، العناصر المتشابهه في الخواص عناصر مجموعه، يبقى المفروض التشابه الرأسي اكبر من التشابه الافقي. جينا عند الحديد والكوبالت والنيكل لقينا العكس في الثلاثه دول بس. عشان كده الثلاثه دول لما شذوا في حته الخواص الكيميائيه بروزناهم في مجموعه لوحدها اسمها المجموعه الثامنه، وما خدتش رمز عشان هي مميزه نفسها بنفسها. فبالتالي لقينا ليه؟ ان التشابه الافقي اكبر من تشابه مين؟ الراسي. ودي كانت الشذوذ في الحته دي. تشابه في ايه؟ انا لو عايز اعمل مغناطيس هعمله من ايه؟ هجيب حته حديده ومغنطه، اما مغنطه ان انا احكها في مغناطيس في اتجاه واحد ثابت، او مغنطه بالكهرباء، المهم ان هي تتقلب لمغناطيس. حلو حلو. جينا جبنا الكوبالت لقينا الكوبالت بيعمل مين؟ قابل للتمغنط زي مين؟ الحديد. يبقى اول خاصيه من خواص الكوبالت اللي هو ايه؟ قابل للتمغنط مثل مين؟ مثل الحديد. جميل. ده اول حاجه بالنسبه للكوبالت. طب الكوبالت بتستخدم في ايه تاني؟ البطاريه بتاعت الموبايل بتاع حضرتك، البطاريه بتاعت العربيات الحديثه، بطاريه مين؟ بطاريه اسمها بطاريه ايون الليثيوم، هتاخدها ان شاء الله في باب الكهربائيه. بطاريه ايون الليثيوم بطاريات بقى كام؟ الموبايل بتاع حضرتك تيجي تقول لي ده 5000 ملي امبير، 6000 ملي امبير، وده رقم كبير جدا يا شباب. الموبايلات القديم ما كانش فيه الكلام ده. النهارده احنا اللي شغالين اندرويد والعاب يعني انا حاسب بطاريه بقوه بطاقه كهربائيه عاليه. طب الطاقه الكهربائيه دي محتاجه من مين؟ هجيبها من عنصر الليثيوم. عشان كده اسمها بطاريه ايون الليثيوم. البطاريه دي لما نيجي ان شاء الله ناخدها في الكهربائيه بيخش في صناعتها مين؟ الكوبالت. يبقى الكوبالت بيدخل في مين يا شباب؟ يدخل في صناعه البطاريات الجافه. يعني ايه بطاريات جافه؟ يعني بطاريات ما فيهاش ميه من جوه، ما فيهاش ميه نار، مش مبلوله، اسمها بطاريات ايه؟ بطاريات جافه. طب بيستخدم في ايه الكوبالت تاني؟ انا راجل عندي مصنع اغذيه بيطلع مواد غذائيه. حلو حلو. هل يعقل ان انا هطلعه النهارده هنتجه النهارده يتباع النهارده؟ شرع من الكلام ده؟ اكيد طبعا لا. يبقى بالتالي لازم احطه في المخازن. طب لما احط الاكل في المخازن بمرور الوقت هيبتدي يكون عليه بكتيريا وفطريات فتعفن.
فبالتالي انا كده خسرت. طب والعمل؟ مفيش قدامك غير حلين، يا تحط ماده حافظه كتير فتغرق الاكل اللي احنا بناكله ماده حافظه فيسبب امراض لا قدر الله وحشه، يا اما مفيش غير حاجه واحده بس الثانيه اللي هي ايه؟ ابتدينا نشيل اللمبه اللي موجوده في المخزن، اللمبه العاديه دي، ونجيب لمبه كوبالت. لمبه ايه؟ كوبالت. اشمعنى لمبه كوبالت؟ ما هو الكوبالت ده يا شباب له 12 نظير. له 12 ايه؟ نظير. ايه نظير ده؟ فكرني بيه، انا افكرك بيه. قلت لحضرتك هجيبك واصورك وانت لابس بنطلون وقميص، واجيبك واصورك وانت لابس جلابيه، واجيبك واصورك وانت لابس بيجامه. هل الثلاث صور زي بعض؟ هتقول لي لا، بس لنفس مين؟ لنفس الشخص. يبقى صور مختلفه بس لنفس الايه؟ الشخص. فبالتالي ده اسمه ايه؟ ده النظائر. فالكوبالت 27، الكوبالت 27 ده فيه 12 نظير. كوبالت وكوبالت 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 وكوبالت، بس كلهم متشابهين في العدد الذري ومختلفين في العدد مين؟ الكتلي. ال 12 نظير دول اهمهم مين؟ اهمهم كوبالت 60 المشع. يبقى يوجد للكوبالت 12 ايه؟ 12 نظير. اهمهم كوبالت مين؟ 60 المشع. فقام واحد سالني هو انت كتبتش ليه 60 تحت؟ مش احنا اتفقنا ان النظائر كلها متشابهه في العدد الذري؟ يعني متشابهه في العدد اللي تحت. يعني العدد اللي تحت ما بيتغيرش. كوبالت 60 ايه؟ مش العدد الكتلي هو اللي متغير فيه. تمام؟ كوبالت 60 المشع ده مشع يعني بيطلع اشعاع. اشعاع مين؟ اشعاع اسمه اشعاع جاما. اشعاع جاما ده اللي بيطلعه كوبالت 60 الايه؟ المشع. الاشعاع ده فايدته ايه؟ هقول لحضرتك لما شلت اللمبه بتاعت المخزن اللي انا حاطط فيه المواد الغذائيه اللي انا بخزنها وجبتها لمبه كوبالت اللي هو كوبالت 60 مشع، الكوبالت ده هوصله بالدوائر بتاعت الكهرباء فهكهربه فهياخد طاقه كهربائيه، هيحصل ايه لذرات الكوبالت؟ هيحصل لها اثاره فهتبتدي تطلع الاشعاع. الاشعاع بتاعها اشعاع ايه؟ جاما. وانت لو تفتكر كده اشعاع جاما ده التردد بتاعه ماله؟ اعلى تردد، تردده عالي جدا جدا جدا، فبالتالي له قدره عاليه على اختراق الاكل، فيوصل للاكل اي بكتيريا وفطريات مكونه على الاكل هيقتلها. فبالتالي كده في بكتيريا وفطريات؟ مفيش بكتيريا وفطريات. يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ الاكل هيحافظ عليه. يبقى اذا كوبالت 60 المشع ده بيستخدم في مين يا شباب؟ بيستخدم في المستخدم في حفظ الايه؟ الاغذيه. وبالمناسبه لو تفتكر كده، لو شفت اي حد ليك كبير بيعمل اشعه رنين، اشعه رنين اللي هي بتاع كده عامله زي العين كده بيخش بالسلك بالكهرباء، الاشعه دي كوبالت 60 مشع برضه له قدره على الاختراق ان هو يخترق انسجه الجسم فيقدر نعمل اشعه ويصور الجزء المطلوب تصويره. ده كان خاص بمين؟ خاص بالكوبالت. بعد الكوبالت نخش على مين يا شباب؟ بعد الكوبالت نخش على عنصر اسمه النيكل. النيكل ده اللي هو ان اي 28. النيكل ال 28 ايه اللي اتقال في حقك يا نيكل يا 28؟ قال لي لا انا اتقال في حقي كلام جميل قوي اللي هو ايه؟ قال انا والله بتحط مع الحديد الصلب. حديد صلب اللي هو مين يا شباب؟ حديد وكربون، واحط معاه مين؟ نيكل. يبقى يضاف لمين؟ للحديد الصلب. هترد عليا دلوقتي وانا سامعك وانت بتقول سبيكه، هقول لك صح. خلاص فهمنا الميكانيكيه. يبقى هتستخدم في عمل ايه؟ سبيكه. السبيكه دي تستخدم في ايه يا شباب؟ السبيكه دي تتميز بحاجه مش موجوده فيهم لوحدهم اللي هي ايه؟ مقاومتها لمين؟ للاحماض. فهمنا؟ فهمك. لما اجيب حديد بس واحطه في حمض ايه اللي هيحصل؟ الحمض هياكل الحديد، يعني الحديد هيتاكل، يعني يصد، يعني يتاكسد كله، يدوب يعني. طب لما احط النيكل اللي بعد لوحده برضه في الحمض كذلك الامر، الحديد ده نشط بيفقد لحد موجب 4 يعني برضه هي ايه؟ هيتاكل. انما لما احط حديد صلب مع نيكل عملت سبيكه ما بتتاكلش، بتقاوم الاحماض. بتقاوم الايه؟ الاحماض. يبقى لما اجي احط السبيكه دي احطها مع حمض، يبقى لما اجيب بص كده ادي السبيكه اهي تمام كده، او حاططها مثلا وليكن في حمض، هل هتتاكل؟ لا. يعني هل الحديد يتحول لاف اي موجب 2 يتاكل يعني يتاكسد؟ لا. طب هل النيكل يتحول لاف اي موجب 2؟ لا. يعني اذا لما يجي تركيز الايونات هيحصل لها؟ مش هيحصل لها حاجه. يبقى التركيز وهنا مين؟ وهنا الحمض. ايه التركيز يا شباب؟ ما هو بصوا يا شباب التركيز ده فكرته ايه؟ لازم حاجه بتدوب، اللي بيدوب يبقى له تركيز. تمام؟ وبيدوب يعني اكسده يعني بيتاكل. تمام كده؟ لان تاني كده ايه؟ نكتبها مع بعض الحته دي. اهو ذوبان يعني اكسده يعني فض يعني تآكل، يعني بناخد من الذوبان ده حاجه اسمها ايه؟ محلول. يعني موجود على هيئه مين؟ ايونات موجبه. حلو كده الكلام؟ حلو كده الكلام. فهل انا لما جيت حطيت ده مع الحمض اتاكل اتحول لاف اي موجب؟ لا. يبقى اذا الايونات ما بقتش موجوده.
الايونات دي لما تبقى موجوده يبقى لها حاجه اسمها ايه؟ لها حاجه اسمها تركيز. لها حاجه اسمها ايه؟ تركيز. يبقى اذا التركيز ده ما بيتوجهش مين لاي حد، امال بيتوجه لمين يا باشا؟ بيتوجه للي ليهم ايونات، يعني اللي بيدوب. يبقى اللي بيدوب له تركيز، ما بيدوبش ملوش تركيز. فانا لما احط السبيكه دي مع الحمض التركيز هيتغير؟ لا، لان هي ما دابتش، فالتركيز يفضل ايه؟ يفضل ثابت. في حاجه صعبه كده؟ تمام قوي. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاول حاجه في النيكل. طيب النيكل بيستخدم في ايه تاني يا شباب؟ احط النيكل مع الكادميوم سي دي في لز ولز مختلف، يبقى هنعمل مين؟ وش سبيكه. تستخدم ايه؟ في البطاريات القابله لاعاده مين؟ الشحن. طيب يستخدم في ايه تاني النيكل ده؟ النيكل هنحطه مع كروم. يبقى نعمل سبيكه. سبيكه تستخدم بايه؟ تتميز بمين يا شباب؟ عارفين الكويل؟ الكويل اللي هو السخان الكهربي بيعمل ايه؟ تلاقي سلك زنبركي كده لونه فضي لونه كروم، بيحصل ايه؟ ملفوف كده حلزوني، ده نوصله بالكهرباء ياخد الكهرباء يحولها لحراره عاليه جدا جدا جدا، اللي هو السخان الكهربي يعني، اللي هو النيكل ومين؟ وكروم. السبيكه تتميز بايه يا شباب؟ بمقاومتها للصدأ في درجات الحراره العاليه، اللي هي مين؟ اللي هو السخانات. سخانات بقى بتاعت الدش، سخانات افران، اي سخانات. يبقى نيكل ومين؟ كروم. مكوه برضك النيكل ومين؟ النيكل وكروم. الكاتل نيكل وكروم برضه. اي سخانات. تمام كده؟ طيب ايه تاني يا عم الحاج بالنسبه للنيكل؟ يبقى كده النيكل يا شباب، النيكل لامع. لامع ويستخدم في ايه؟ ويستخدم في طلاء المعادن. ليه؟ عشان بيلمع؟ بس لا، علشان بيحميها مين؟ من الصدى. بيعمل نفس اللي بيعمله الكروم، بيبقى نشاطه قليل لما يتفاعل مع الاكسجين فيحمي الطبقات من مين؟ من الصدى. كل الكلام ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنيكل. طب بيستخدم في حاجه ثانيه نيكل؟ حضرتك لو تفتكر الزيت. مين؟ الزيت. الزيت ده حالته الفيزيائيه ايه؟ حالته سائل، صح؟ طيب والسمنه؟ السمن حالته سمنه ودهون، حالته ايه؟ صلب. متفق معايا ولا مختلف؟ اكيد متفق، يعني سمنه وزيت. فالزيت سائل والسمن صلب. الزيت سائل ليه؟ والسمنه صلب ليه؟ الزيت سائل عشان هو مش شبعان، والسمنه صلبه ليه؟ عشان اكيد شبعان. طب شبعان مين ومش شبعان بمين؟ الزيت سائل لانه غير مشبع بمين؟ بالهيدروجين. انما السمن صلب ليه؟ لانه مشبع بالهيدروجين. يبقى انا لما اجي احول الزيت لسمن لازم اعمل ايه؟ لازم اشبعه بالهيدروجين. تمام؟ تمام. فهجيب الزيت واجيب الهيدروجين وافعلهم ببعضهم، يتفاعلوا مع بعض. يتفاعلوا. الزيت يا شباب مركب عضوي، والمركبات العضويه مركبات تساهميه، يعني تفاعلاتها بطيئه. المركبات التساهميه تفاعلاتها ايه؟ بطيئه. فانا محتاج التفاعل يكون سريع، احط له عامل حفاز اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو النيكل. وما تقلقش الكلام ده هاخده في العضويه باذن المولى تعالى. يبقى اذا النيكل بيستخدم في مين؟ في تحويل الزيت لسمن، يعني تفاعل الزيت مع الهيدروجين. والتفاعل مع الهيدروجين يا شباب اسمه ايه؟ اسمه هدرجه. اسمه ايه؟ هدرجه. عشان كده بيستخدم في مين؟ في هدرجه مين؟ الزيوت. يبقى يستخدم كعامل حفاز في هدرجه الايه؟ الزيوت. او ما لما هدرج الزيوت يعني اشبعها، يعني احولها لسمن، يعني بقت صلب. او تصلب الزيوت. يا تقول المصطلح ده يا تقول المصطلح ده براحتك. وبكده احنا خلصنا النيكل. نخش بعد كده على مين؟ على قبل الاخير، وهو الايه؟ السي يو 29، اللي هو مين؟ اللي هو النحاس. النحاس 29 بيستخدم في ايه النحاس 29 ده؟ او اول كلام يتقال في حقه ايه 29؟ قال انا اول فلز عرفه الانسان.
اللي هو النحاس. بيستخدم في مين يا شباب؟ وش يلا. بيستخدم مع مين؟ بيستخدم في صناعه الاسلاك الكهربيه. ليه؟ لانه جاي للتوصيل الكهربي. ايه تاني غير صناعه الاسلاك الكهربيه؟ بجيب النحاس واقوم حاطه مع الذهب في سبيكه الذهب، يبقى سبيكه الذهب في صناعه الحلي. بجيب النحاس بحطه مع القصدير اللي هي سبيكه اسمها سبيكه مين؟ البرونز. سبيكه البرونز، سبيكه البرونز اللي هي الميداليه البرونزيه اسمها سبيكه الايه؟ البرونز. طيب النحاس بيستخدم في ايه تاني؟ ده اهم مركبات النحاس، CuSO4، اسمه كبريتات النحاس الثنائي، لونه ازرق بسبب وجود مين يا شباب؟ Cu موجب 2. لونه ازرق ليه؟ بسبب وجود مين؟ نحاس موجب 2. كبريتات النحاس الثنائي دي لونه ازرق، بيستخدم في ايه؟ مبيد للفطريات، في تنقية مياه الشرب. تنقية مياه مين؟ الشرب. ده كده بالنسبة للنحاس. بيستخدم في تاني النحاس؟ انا دلوقتي راجل جاي وعايز يحلل سكر، فباخد عينة من دمه، فايه اللي بيعرف ان هو عنده سكر؟ بجيب مركب فيه نحاس موجب 2. هناخده دلوقتي. المركب ده احطه على عينة الدم، لو المركب ده اتغير لونه من ازرق للون برتقالي، يبقى اذا عرفت ان هو عنده مين؟ عنده السكر. يبقى يستخدم في الكشف عن مين؟ عن سكر الجلوكوز. طب مين المركب ده؟ المركب ده اسمه ايه؟ كبريتات النحاس الثنائي اللي هو مين؟ محلول فهلنج. فهلنج ده اسم عالم عمل محلول. المحلول ده عباره عن ايه؟ في محلول فهلنج الف ومحلول فهلنج ب. محلول فهلنج الف اللي هو كبريتات النحاس الثنائي CuSO4 الزرقاء. CuSO4 الايه؟ الزرقاء. لونه ايه؟ لونه ازرق. او محلول فهلنج ب اللي هو ترترات الصوديوم والبوتاسيوم والصوديوم وكبريتات النحاس الثنائي. يبقى في الحالتين في كبريتات نحاس ثنائي اللي هي زرقاء. ايه اللي هيحصل لها؟ بتستخدم في مين؟ تستخدم في الكشف عن سكر الجلوكوز. ازاي؟ بلاقي ان اللون اتغير من ايه لايه؟ مش اللون كان ازرق، بتحول من الازرق للون مين؟ برتقالي. يبقى على طول يبقى اكشف عن مين؟ عن سكر الجلوكوز. وبكده احنا خلصنا من النحاس وفي طريقنا لنهايه الدرس اللي هو اخر واحد اللي هو مين؟ الخرسين. يا خرسين انت عددك الذري كام؟ 30. يبقى يتقال في حقك ايه؟ قال لي يتقال في حقي ان انا بغطي الحديد تحت اسمه جلفنة الحديد علشان احافظ عليه من مين؟ من الصدى. يبقى كده لحد دلوقتي كام حاجه خدناها بتحافظ على الحديد من الصدى؟ اغطي الحديد بكروم، اغطي الحديد بنيكل، اغطي الحديد بخرسين. ده اسمها ايه؟ اغطي الحديد بخرسين اسمها جلفنة الحديد. اغطي المعادن بخرسين اسمها جلفنة المعادن. يبقى لما اغطي اي معدن بخرسين اسمه ايه؟ جلفنة. تمام؟ عشان احميه من مين؟ من الصدى. طب بيستخدم في ايه الخرسين؟ اهم مركبات الخرسين يا شباب زد ان او وزد ان اس. الزد ان او ده بيستخدم في عمل مين؟ في صناعه المطاط، زي الاست كده بتاع الفلوس، ده مطاط. بيستخدم في مين تاني؟ في صناعه الدهانات. يبقى زد ان او في صناعه مين؟ المطاط. وصناعه مين؟ وصناعه الدهانات. وصناعه مين تاني يا شباب؟ مستحضرات التجميل، بينور. انما الزد ان اس بيستخدم في مين؟ تغطيه الاشعه، تغطيه الشاشات بتاعت الاشعه السينيه، تغطيه شاشات الاشعه السينيه. اشمعنى؟ ارجع للنقطه كده لثانيه ثانوي، احنا كنا بناخد في تجربه رازرفورد بتاعت صفيحه الذهب ان اللوح المعدني كان مبطن من الداخل بمين؟ بزد ان اس، عشان جسيمات الفا لما تخبط بتعمل ايه؟
وميض. عشان كده الشاشات زي الشاشه اللي انا شغال بيها دي، ايه اللي مخليها منوره؟ في جوه اشعه مهبط بتخبط في الشاشه هنا كده فيها زد ان اس، بتخليها دايما منوره زي ما انت شايف كده. يبقى زد ان اس تغطيه شاشات الاشعه الايه؟ السينيه. بس ولا في حاجه تانية؟ اكيد في. والاعلانات المضيئه. ايه الاعلانات المضيئه؟ اللي هي اللافتات اللي بتبقى مضيئه، بيبقى دكتور الفلاني، مدرس الفلاني، بس بالانوار المختلفه، بيخش في صناعتها مين؟ الزد ان اس. بالشكل ده يا شباب احنا كده وصلنا لنهايه الدرس الاول. اتمنى يكون الموضوع مبسط، الاستخدامات ما تتحفظش، الاستخدامات معانا في الامتحان، كتر الحل يا شباب هو اللي بيثبتها، نقراها بس اكتر من مره وشكرا على كده. والمعادلات ناخد بالنا منها، وربنا يوفقكم باذن الله تعالى. واتمنى انكم تحلوا على طول، وربنا يوفقكم ويسدد خطوكم يا رب. اشوفكم على خير.